بتبدأ قصتنا مع البطل يوجي اللي بيغير مفهوم العالم كامل عن أضعف الكائنات في العالم ده. في بداية الحكاية يوجي بيكون وصل لمدينة جديدة في العالم بتاعه، وفي الوقت ده يوجي بيروح على نقابة المغامرين. بيقول يوجي لمسؤولة النقابة في المكان: أنا قدرت أجمع مجموعة كبيرة من أزهار داريا وجيت عشان أبيعها. وبيطلب يوجي من السلايم اللي معاه يطلع الزهور كلها في المكان، فكل اللي موجود انصدم من عدد الزهور اللي جمعها يوجي. البنت هنا بتتصدم من عدد الأزهار دي وبتطلع تجري على المدير عشان تقول له على اللي حصل. بيوصل المدير وبيكون مصدوم من الكمية الكبيرة للزهور. بيقول المدير ليوجي ان دي كميه كبيره جدا جدا على مروض عادي وضعيف زيك انه يجمعها، ودي فعلا حاجه تحترم. بس بيقول له احنا حاليا مش محتاجين الكميه الكبيره دي، بس تقديرا للمجهود العظيم اللي بذلته هناخدها منك كلها. وفي وقت ما كانوا بيتكلموا بيدخل واحد للنقابه بسرعه وبيكون مصدوم جدا وباين على وشه الرعب. بيقول لهم ان في عدد كبير ومهول من الوحوش حوالين المدينه، وكميه الوحوش دي ناويه تهجم علينا كلنا دلوقتي. كل اللي كانوا موجودين اتصدموا. بدا المدير يفكر هيعمل ايه عشان ينقذ المدينه، وبتجيله فكره انه يهرب هو وكل المدنيين، لانهم مش هيقدروا يقفوا قدام ال10,000 وحش اللي بيكونوا موجودين حوالين المدينه كلها. وهنا في ناس وافقت على القرار ده وناس رفضت، بس يوجي في الوقت ده بيرفع ايده وبيقول لهم انا عندي فكره، وطلب من السلايم اللي معاه يطلع من بقه حاجه، وبالحاجه دي بتكون سنه ديناصور، وبيقول له عن طريق السنه دي هقدر اعمل نار كبيره جدا تحوط المكان كله وتنقذنا من كل الوحوش دي، وكمان هنقدر نقتلهم بدون ما نشكل خطر على سكان المدينه. كل الموجودين هنا بيكونوا قلقانين منه لانه شخص جديد على المكان ومش عارفين هو قوي ولا ضعيف، بس في النهايه بيوافقوا لانهم لما شافوا كميه الازهار اللي جابها عارفين ان الشخص ده وراه سر كبير، وطبعا هم ما عندهمش خيار تاني. امر يوجي كل الجنود هنا انهم يحوطوا سور المدينه ويحوطوها بالكامل عشان يوقفوا الوحوش ويأخروها لحد ما يفعل التعويذه بتاعته. وده اللي بيحصل بعد كده. بتبدا كل الجنود تهاجم على الوحوش وتمنعها من الدخول للمدينه دي، ويوجي بيقف فوق سطح المدينه وبيخرج قدامه شاشات كتير زرقاء، وبيبدا في الوقت ده يحلل المدينه وعدد الوحوش اللي موجوده. ولكن في الوقت ده بتوصل له رساله من المساعده بتاعته اللي بتكون متخبيه في الغابه، وبتقول له ان في شخص غريب لابس رداء غامض جدا ومعاه بلوره سحريه لونها احمر، واكيد هو السبب في ظهور كميه الاعداد المهوله دي من الوحوش في وقت واحد. امرها يوجي انها تهجم عليه وتاخد البلوره منه وتوصلها ليه دلوقتي حالا. بيرجع تاني يكمل تحليل الاحصائيات الكامل للمدينه عشان يقدر يفعل تعويذته عشان ينقذ المكان ده. بيحاول اهل القريه كلهم انهم يصدوا الوحوش في الوقت ده، لحد ما يوجي نجح فعلا انه يعمل حصن كبير حوالين المدينه، واستخدم بعدها تعويذه النار بتاعته، وقدر بطريقه صادمه جدا انه يقتل كل الوحوش اللي كانوا في القريه في وقت واحد. اهل القريه في الوقت ده بيكونوا مستغربين ومصدومين جدا من كميه القوه المهوله اللي عند يوجي دي، وازاي مجرد مراود غريب لسه واصل حالا بيقدر ينفذ كميه التعويذات المهوله دي. بس المشكله هنا ان بعد ما يوجي خلص المهاره بيلاقي ان فعلا لسه في بقايا من الوحوش على قيد الحياه، وبيكون منهك جدا في الوقت ده، بس برضه بيستخدم التعويذه دي مره تاني عشان يقتلهم، والمره دي فعلا قدر يقتلهم كلهم، ولكنه بيغمى عليه في الوقت ده بعد كميه المجهود اللي بذله. وبعد كده بيصحى بيلاقي نفسه على سرير في نقابه المغامرين، ولقى المسؤولة عن المكان بتشكره جدا على انقاذ المدينة بتاعتها، وخرجت عشان تجيب له اكل، بس لما بترجع للأوضة تاني بتلاقيه اختفى. وفي الوقت ده بنلاقي يوجي خرج من المدينة وسابها، وبيقول للوحش اللي كان معاه والسلايم انه محبش يفضل قاعد في المدينة دي عشان ما يصيدش نفسه فعلا، وبيقول لهم احنا لينا وجهة جديدة دلوقتي وهي مدينة كليا. وفي الناحية تانية بنلاقي شوية اشخاص بيتآمروا ضد المغامرين وناويين يقتلوهم كلهم، وراجل من الناس اللي كانوا موجودين دولت كان بيقول لازم نخلص المهمة دي قبل ما لون القمر يتحول لازرق. وبعدها بنشوف يوجي بيكون بيتمشى في مدينة كليا وبيكون وصل لوجهته الجديدة فعلا. وفي الوقت ده يوجي لفت انظار كل الاشخاص اللي في المدينة بالذئب بتاعه بالسلايم اللي كان موجود معاه، لانه فعلا شخص غريب. وهنا السلايم اللي مع يوجي بيقولوا له ان احنا جعانين جدا لاننا ما كلناش من فترة طويلة. وفي الوقت ده يوجي بيروح لجزار المدينة وبيطلب منه قطعة لحم كبيرة للسلايم اللي معاه وللذئب اللي معاه برضه، والجزار في الوقت ده بيكون مصدوم وهو شايف الذئب والسلايم عمالين ياكلوا مع يوجي. بعدها بيروح يوجي لنقابة مغامرين المدينة دي علشان ينضم للنقابة ويكون مغامر منهم، بس الموظفة في البداية بترفض طلبه لانه مجرد مراود ضعيف بالنسبة ليهم. بس بعد ما عرفت عن خبر ان هو اللي انقذ مدينة فستان اللي هي كانت هتتدمر من الوحوش، بتقرر انها تقبله فعليا في النقابة دي كمغامر. وهنا بيظهر المغامرين في النقابة دي اللي بيكونوا عايزين يضموا يوجي ليهم، واولهم بيكون رودس واللي بيقول ليوجي انه خبير في استخدام الخناجر. وكمان بنتعرف على تينا اللي بتكون محترفة جدا في استخدام النبال، ويوجي برضه بيتعرف على ليزا واللي بتكون متخصصة في استخدام الرماح. كده بيكون الفريق ده
عرف نفسه على يوجي، وقدر يوجي فعلا علشان يعرف نفسه للفريق. بيقول لهم يوجي انا يوجي وانا بكون مروض وحوش. بس رودس اول ما بيسمع الكلام ده بيستهزأ بيه جدا، وبيقول له ان المروضين مجرد اشخاص عاديين ما بيكونش ليهم اي مشاركه في القتال في ساحه اي معركه. بس تينا وليزا هنا بيدافعوا عن يوجي وبيقولوا انه دايما مهمه المروض بتكون مهمه في المعركه، ما يعرفوش لسه قدراته الهجوميه. هم بيعتقدوا انه فعليا المروض ده مجرد مهماته هي الاستكشاف، اللي هي بتكون مهمه طبعا، بس لسه ما يعرفوش القوه الكبيره اللي جواه. تينا وليزا بتقول ليوجي ان بدونك كمروض هيكون عندنا عجز كبير في الفريق واحنا محتاجينك فعلا. وتينا وليزا كمان بيفكروا رودس في الوقت ده انه في فريقه القديم ما كانش فيه حد بيحبه نهائي ومحدش كان طايقه لانه كان بيعمل مشاكل كتير، فباين دي شخصيته. بيقولوا له كمان ان انت بعد ما طلعت من الفريق فريقك محدش سمع عنه اي حاجه واختفى حرفيا من على الخريطه، وبيقولوا له لو ما قبلتش بيوجي احنا كمان مش هندخل الفريق. ساعتها رودس بيوافق غصب عنه على انضمام يوجي ليهم، وبتبدا هنا مغامراتهم في البحث عن كائن غريب بيكون اسمه تنين الارض. وهنا تينا بتبدا توزع دور كل فرد من الفريق ده. رودس هيكون في مقدمه الفريق وتينا هتكون في منتصف الفريق. فيوجي هنا بيستغرب وبيسالها وبيقول لها وانا دوري ايه في الفريق دلوقتي؟ بتقول له دورك هيكون هو الاستكشاف. وبالفعل بيطلعوا له المهمه بتاعتهم، ويوجي في الوقت ده بيكون محبط جدا جدا لانه مش هيشارك في القتال، فدوره بيكون مجرد استكشاف. وفي الوقت ده بيتواصل مع الذئب بتاعه اللي بيكون ماشي في الغابه قدامه، وبيكون كمان مع السلايم. يوجي في الوقت ده بيطمن عن الاوضاع في المقدمه دي وهل في اي تهديد ولا لا. السلايم على طول بيتكلم ويقول ليوجي انهم هيقدروا يدمروا اي تهديد مهما كان. يوجي بيقول لهم لا، لازم نتبع قوانين الفريق، المهم نستكشف الاول ونعرف المخاطر قبل ما توصل للفريق بتاعنا. وفي الوقت ده الذئب والسلايم بيشوفوا 5 وحوش من الذئاب في الغابه دي قدام الفريق وبيحذروه منهم. فيوجي على طول بيقول للفريق ان في 5 وحوش على بعد 2 كيلو من المكان. هنا تينا وليزا بيتصدموا فعلا من قدرات يوجي لانهم ما كانوش يعتقدوا ابدا انه هيقدر يكتشف الخطر من المسافه البعيده دي. رودس بيستهزأ منه وبيقول له طيب هنشوف، وبيكون مفكر انه بيكذب عليهم. بيطلع يجري رودس عشان يكذب كلام يوجي، ولكن بيتفاجئوا ان فعلا كلام يوجي كان صح، بس عدد الوحوش اقل وهو 4 وحوش. بس الكلام ده بيطلع غلط لان يوجي بيشاور لهم على مكان الوحش اللي بيكون موجود فوقهم اللي هو الوحش المفقود، ورودس بيقدر يقتله في الوقت ده بالخنجر. رودس هنا بيقول لهم سيبوهم لي انا هخلص عليهم كلهم، وفعلا بيدخل معاهم في معركه وبيقتلهم كلهم. وبعد كده بيكملوا في طريقهم في الغابه، والسلايم بيقول ليوجي ليه ما خلتناش نقتلهم قبل ما توصلوا؟ بيرد عليه يوجي وبيقول له انا بحاول اعرف نقاط القوه والضعف في الفريق بتاعي، يعني بيشوف قوه فريقه علشان يقدر يحميه في اي وقت. وبيجي الليل وبيضطر يخيمه في مكان جنب النهر، وتينا بتكون محبطه جدا لانها ما عملتش اي حاجه او ما قدرتش توصل لمعلومه تقربهم من تنين الارض. يوجي هنا بيسالهم بيقول لهم احنا ليه خيمنا في مكان بعيد عن الطريق الاساسي بتاعنا؟ رودس بيقول له احنا عملنا كده علشان نتجنب هجوم قطاع الطرق. هنا تينا وليزا بيسالوا يوجي وبيقولوا له مين اللي علمك مهارات الاستكشاف ومهارات الترويض الجامده بتاعتك دي؟ يوجي بيحاول يتهرب من الاجابه على السؤال ده وبيقول لهم انا اتعلمت لوحدي، يعني انا اللي علمت نفسي. بس بيستغربوا بيقولوا ازاي تتعلمها لوحدك بدون مدرب خبير في الموضوع ده؟ فرودس هنا بيقوم وبيقول لهم احنا لازم ننام دلوقتي، بس هنقسم ادوار المراقبه بتاعتنا كالتالي: تينا هتراقب في الاول وبعدها انا ثم يوجي وفي الاخر هتراقب ليزا. يوجي هنا بيساله بيقول له اشمعنى اخترت الترتيب بالطريقه دي؟ رودس بيقول له الحمل الاكبر في موضوع المراقبه ده هيكون في الفتره الثانيه والثالثه ما بيننا، فعشان كده انا همسك الفتره الثانيه وانت هتكون في الفتره الثالثه، احنا الرجاله يعني. في اللحظه دي يوجي بيحس بالذكاء من رودس وبالحكمه بتاعته. بعدها بننتقل في مشهد على طول بيكون في ذكريات يوجي. بنلاقي يوجي في مكان غريب في غابه مجهوله، بيكون يوجي مش عارف هو وصل هنا ازاي، وبيكون كل اللي فاكره هو ذكرياته الممله جدا لما كان مجرد موظف عادي في شركه. وبيظهر قدام يوجي السلايم بتاعه اللي بيدله على مكان مكتبه مليانه كتب سحريه، وبمجرد ما يوجي بيفتح الكتاب السحري بتدخل في دماغه كل المهارات والتعويذ السحريه اللي فيه. وبمجرد ما يوجي قرا صفحتين من الكتاب بيعرف كل تعويذ الميه والرياح والارض كل حاجه والنار. بيتفاجئ يوجي في الوقت ده ان عدد السلايم اللي كان معاه بيزداد، وبيكونوا كلهم عايزين يكونوا اصدقائه ومساعدين ليه. وكمان بيتفاجئ اكتر لما بيشوف ان السلايم اللي عماله تفتح الكتب دي كل المعلومات اللي بتقراها السلايم بتتفتح قدامه وبتنتقل ليه في ذكرياته، وبتكون خبرات بتوصل له هو. فجأة كل السلايم اللي معاه بيتلموا حواليه وبيبداوا يهتفوا باسمه يوجي. بعدها يوجي بيصحى في الوقت ده وبيعرف انه كان في حلم، وبيكلم السلايم المراقب اللي معاه، والسلايم بيقول له ان رودس مشي في نص الفتره اللي كان بيراقب فيها. يوجي سالهم بيقول لهم هو هرب؟ بس السلايم بيقول له لا ما نعتقدش انه هرب. وبيقولوا له كمان ان ليزا وتينا اختفوا هم كمان، وبنعرف ان ليزا وتينا بيكونوا مستخبيين في الغابه علشان مش واثقين في رودس ابدا، وبيقولوا انه مستحيل يحمينا لانه شخص غير مراعي للاخرين ابدا. وبيقولوا كمان اكيد في خطه غريبه عن موضوع المناوره اللي هو حاطه والترتيب بتاعه. تينا بتقول لليزا احنا ممكن نحتاج مساعده يوجي، ليه ما ناخدوش معانا؟ ليزا بتقول لها انهم هيقدروا على رودس لوحدهم. وبنشوف رودس بيكون في الغابه وبيحس بحركه حواليه، وبيرمي الخنجر بتاعه في المكان اللي موجود فيه الحركه دي.
بيكتشف ان مفيش اي حد في المكان ده، بس الخنجر بتاعه بيكون اصاب السلايم بتاع يوجي وما بيكونش اثر فيه ابدا. بعدها بيجري رودس في الغابه وبيعدي من اخفاف بتكون معموله لتامين المكان، وبيطلع يجري ناحيه كوخ في الغابه دي. تينا وليزا بيكونوا مستغربين جدا في المكان اللي بيجري فيه رودس. بعدها رودس بيدخل للمكان الغريب ده وبيقابل الراجل المشؤوم اللي ظهر في البدايه، اللي بيكون متآمر ضد المغامرين وعايز يقتلهم. بيقول رودس للراجل: انا عندي ليك ضحيتين جمال جدا، معايا بنتين وولد، انا قررت اسيب الولد لوحده علشان الوحوش هتاكله، وهسلم لك البنتين نموتهم. واثناء كلام رودس مع الراجل، يوجي بيكون بيراقبه عن طريق السلايم اللي معاه، وبيكون شايف كل حاجه متسجله صوت وصوره. بيفهم هنا يوجي ان رودس خاين، وبيعرف دلوقتي ليه فريقه اختفى من على الخريطه زي ما قلت لكم في البدايه. رودس بيقول للراجل ان البنتين غالبا بيراقبونا وهم حوالين المكان دلوقتي، وانهم اكيد هيوقعوا في الافخاخ اللي حاطينها. وهنا الراجل بيحذره وبيقول له انه لازم يخلص على الموضوع ده قبل ما لون القمر يتغير للون الازرق زي ما قلنا، وده علشان لو لون القمر اتغير فعلا هتحصل كارثه كبيره جدا. وهنا مساعد الراجل اللي بيكون موجود بيستهزأ بيه ويقول له: انت ازاي مصدق الخرافات دي؟ فالراجل بيتعصب جدا منه وبيمسكه من رقبته ويخنقه ويقول له الكلام ده حقيقه مش مجرد خرافه. هنا تينا وليزا بيخططوا مع بعض وبيقولوا انهم لازم يرجعوا وما يتقدموش، ويخططوا ازاي هيقدروا يتعاملوا مع الموضوع بتاع الخاين ده. في اللحظه دي بيسمع رودس صوت في الخارج وبيروح يشوف مين الموجود، وبيتفاجئ بوحش غريب مظلم جدا اول مره يشوفه في حياته. ساعتها بيقرروا يتراجعوا فعلا وانهم ما يواجهوش الوحش ده. ساعتها بنعرف ان الوحش ده كان مجرد الذئب والسلايم عاملين نفسهم انهم وقعوا في المصيده بتاعتهم. كان بيتواصل معاهم يوجي في الوقت ده ويقول لهم يعملوا كده عشان ياخرهم. بيقرر يوجي هنا انه يستعمل تعويذه التلج وبيجمد الكوخ اللي موجود فيه الاشرار دول، وهنا بيكون القمر فعلا اتحول للون الازرق. ويوجي هنا بيقابل تينا وليزا مره تاني قدام العصابه اللي اتجمدت دي، وبيكون قدامهم الراجل اللي بيكون اسمه جيليوس. بيتفاجئ يوجي من تينا وليزا لما بيقولوا له اسم الراجل ده، وبيقول لهم انتوا عارفين عنه ازاي؟ بيقولوا له البنتين هنا ان جيليوس ده هو اشهر قاطع طرق في المكان ده، وكمان هو بيكون من ضمن المطلوبين للعداله في النقابه. هنا لينا وليزا بيعرفوا ان يوجي فعلا عنده قدرات خارقه اكتر من مجرد مراود عادي بيستكشف المكان. بيقولوا له هنا احنا ما عرفناش قيمتك الحقيقيه غير دلوقتي يا يوجي. وبيقولوا كمان طالما رودس ما بقاش معانا خلاص كده ما بقاش معانا حد متخصص في القتال، فهنضطر نرجع للمدينه تاني. بس يوجي بيقول لهم انه هيقدر يتكفل بالموضوع، انه يقاتل ويكون كمان مروض الوحوش والمستكشف، وبيقول لهم لازم نكمل مغامرتنا في البحث عن تنين الارض. فبتوافق لينا وليزا وبيقولوا له احنا هندور دلوقتي على مكان مناسب نخيم فيه. وفي الوقت ده يوجي بيرمي السلايم بتاعه فوق في السماء في الغابه علشان يشوف افضل مكان للتخييم، وفعلا بيكتشف المكان ده، ولينا وليزا بيكونوا مصدومين من قدراته جدا. والكلام ما بيوقفش لحد هنا. يوجي بيطلب من السلايم بتاعه انه يشعل النار عن طريق تعويذه خاصه فيه، وبيطلب كمان من كل السلايمات انها تنصب الخيام اللي هيباتوا فيها، وبيطلب من الذئب اللي معاه انه يتناوب معاه على موضوع الحراسه. وكل ده بيحصل قدام البنتين اللي بيكونوا مصدومين منه لابعد الحدود ومش عارفين يتكلموا اصلا. واثناء ما كانوا نايمين ويوجي هو اللي بيحرس، بيفتكر كلام جيليوس عن ان القمر لما هيتحول للون الازرق هتحصل كارثه. يوجي بيبدا يفكر ويقول في نفسه هل الموضوع ده ليه علاقه باللي حصل في مدينه فستان اللي هي اتلم عليها اكتر من 10,000 وحش ويوجي دمرهم، فما بيكونش عارف ايه الكارثه اللي بيتكلم عليها جيليوس. وبعد كده بيصحوا في اليوم الثاني علشان يكملوا رحلتهم في البحث عن تنين الارض، وبيكون تينا وليزا بيدوروا على معلومات مهمه توصلهم للوحش ده. بس وهم ماشيين في الغابه بيحسوا برياح شديده جايه ناحيتهم. السلايم بيقول ليوجي في الوقت ده ان الرياح دي جايه من اخدود غريب. الاخدود ده بيكون موجود فيه تنين الارض اللي انفاسه هي اللي بتاثر على الاخدود وبتوصل الرياح دي لهنا، ودي بتكون الاسطوره المتعارفه عن الموضوع ده. فبيقرر يوجي انه يروح للاخدود ده علشان يشوف التنين هناك. بيلاحظ يوجي هنا ان تينا وليزا بيكونوا واثقين فيه جدا وبيكونوا واثقين في السلايم اللي معاه، فبيكون الموضوع غريب. بيقولوا له هنا ان السلايم اللي معاك ده هيقدر يدمر اي حاجه وهيقدر يوقف اي وحش. وده بيفكر يوجي بالماضي بتاعه ايام ما كان تحت التدريب قبل ما يكون مغامر بشكل رسمي. وده لما الاستاذ بتاعهم طلب منهم يحطوا ايديهم على كوره من الزجاج ويستخدموا عليها تعويذه، وبيتصدم الاستاذ هنا ان لما يوجي حط ايديه على الكوره بيكسرها على طول. وكمان طلب من يوجي انه يستخدم تعويذه ضد صخره كبيره، ويوجي بيستخدم تعويذه النار اللي بتدمر جزء كبير من الصخره. وبيكون الاستاذ مصدوم هنا في مشهد غريب. الاستاذ بيقول له انت ازاي بتعمل كده بدون ما تتكلم وتنطق اسم التعويذه؟ دي بتكون مهاره من مستوى عالي جدا في السحر، واكيد الموضوع ده بيستنزف منك طاقه كبيره، فيفضل انك تقول اسم التعويذه لما بتنفذها. فبيعمل كده فعلا يوجي، واول ما بيعمل كده بيلاقي ان التعويذه بتاعته بتكبر وبتدمر الصخره بشكل كامل. بيكون هنا الاستاذ والطلاب مصدومين منه جدا، وبيرفع يوجي هنا ايده عشان يسال الاستاذ على حاجه، بس اول ما بيفتكر الموضوع ده بيرجع تاني من ذكرياته على طول. هنا يوجي بيكون ماشي في الغابه وبيطلب من السلايم بتاعته انهم يستخدموا تعويذات قليله او تعويذات ضعيفه ضد الوحوش اللي بيقابلوها، زي طلقات الصخر الصغيره وطلقات النار. وبعد المشي في الغابه بيكونوا خلاص قربوا يوصلوا لمكان التنين والاخدود ده. تينا وليزا بيكونوا مصدومين جدا وبيقولوا احنا ازاي ما قابلناش اي وحش على مدار الطريق بتاعنا ده، وطبعا
وطبعا ده بيكون سببه ان يوجي والسلايم بتاعته بيكونوا قتلوا كل الوحوش. بيرد يوجي هنا على تينا وليزا وبيقول لهم ان السلايم خلص عليهم كلهم، وفجأة السما لونها بيتغير لبنفسجي والقمر بيتحول لونه الازرق، وده وقت كارثة فعلا. الفريق هنا بيبدأ يتساءل عن اللي بيحصل ده، ويوجي ما بيكونش عنده اي تفسير اطلاقا عن الموضوع ده. واثناء الوقت ده في مدينة كيليا بنلاقي زعيم القرية اللي بيكون اسمه لايرد، ومعاه العجوز ده اللي بيكون اسمه ستايل. العجوز ده بيكون بيكلم الزعيم عن اسطورة التنين الازرق اللي هي بتكون كارثة كبيرة جدا. بيقول له الكارثة دي ما بتحصلش غير لما القمر بيتحول لونه للون الازرق، وبيقول له كمان ان دي اسطورة قديمة جدا في كتاب الاساطير، وشكل الكارثة دي هتتحقق فعلا بعد مدة طويلة جدا. وفي الوقت ده فعلا بيظهر التنين الازرق في الغابة اللي بيكون موجود فيها يوجي، والسلايم بتاعه بيشوفه. تينا وليزا بيسألوا هنا يوجي، بيقولوا له هو ده تنين الارض اللي احنا بندور عليه؟ فبيرد عليهم يوجي ويقول لهم ان ده تنين اكبر من تنين الارض. تينا وليزا بيخافوا جدا هنا وبيقولوا له ان الوحش ده اكيد من فئة الكوارث، ولازم نرجع للقرية حالا ونهرب من المكان ده. فبيقرروا انهم يرجعوا من طريق الاخدود اللي كانوا رايحين عنده، لانه بيكون امن بنسبة اكبر من الغابة، وده بسبب انه في رياح شديدة بتمنع الوحوش من انها تدخل فيه، فبيكون طريق سالك. لكن وبالرغم من كده يوجي بيخلي السلايم والذئب بتاعه قدام الفريق علشان يخلصوا على اي وحش هيظهر قدامهم قبل ما يوصلوا عنده. وفي الوقت ده بيستخدم يوجي والذئب والسلايم تعويذات بسيطه علشان تدمر الوحوش دي، زي كرات النار وكرات الماء والصخور. بس بيظهر هنا فجاه دب وحشي احمر بيطلع يجري ورا الذئب بتاع يوجي والسلايم، بس بيقدر السلايم في النهايه انه يخلص على الدب ويحرقه. وفعلا بيكونوا وصلوا لنهايه الاخدود ده، وبيكونوا امنوا الطريق بالكامل للفريق. ولينا وليزا هنا وهم ماشيين بيشوفوا كل الوحوش اللي خلص عليها السلايم والذئب بتاع يوجي، وبتزداد ثقتهم هنا في يوجي وفي السلايم بتاعه. لكن وهم في نص الطريق بيلاقوا الارض بتنشق نصين قدامهم، وبيظهر هنا تنين الارض. فعلى طول تينا وليزا بيهربوا علشان يستخبوا، ويوجي بيبدا يواجه التنين بتعويذ بسيطه زي برضو كرات النار والصخور والميه الصغيره دي. بس التنين ما بيتاثرش بالضربات البسيطه دي، وبيرمي بديله صخره ضخمه على تينا وليزا. بس يوجي عن طريق السلايم بيقدر يفتتها قبل ما توصل لهم وتصيبهم بضربه مفاجاه. فبيتحول التنين على طول لكوره بتدور ضخمه علشان يتجه ويدمر يوجي. لكن فجاه بتظهر رياح قويه بتشتت التنين وبتعمي عينه. بس يوجي هنا اول ما بيشوف قوه التنين اللي ما بيكونش متوقعها بالقوه دي، بيستخدم تعويذه النار الكبيره بتاعته وبيفجر المكان كله حرفيا. فبيتحول تنين الارض فجاه هنا لهيكل عظمي من ضربه يوجي. كم انت قوي ايها الولد. طبعا ليزا ولينا هنا بيتصدموا من قوه يوجي وبيطلعوا يجروا عليه، وبيقولوا له انت اكيد فجرت المعادن اللي تحت الارض والغاز علشان كده عملت الانفجار الكبير ده. وبيكونوا طبعا مش متوقعين ان دي قوه يوجي الفعليه وانه عنده كميه الطاقه المهوله دي. وبيرجع هنا الفريق تاني للقريه، وبيقولوا للسكرتيره انهم خلصوا المهمه ونجحوا في المهمه المطلوبه منهم. بتقول لهم السكرتيره انتوا كان مطلوب منكم في المهمه انكم تجمعوا معلومات عن تنين الارض، فهل جمعتوا المعلومات دي فعلا؟ بس بيردوا عليها هنا بكل فخر وبيقولوا لها احنا قتلنا التنين. فالسكرتيره اول ما بتسمع الكلام ده بتتصدم. بتفرح السكرتيره جدا لما بتشوف التنين متحول لهيكل عظمي، وبتقول لهم انتوا عملتوا حاجه كانت صعبه عليكم جدا وما كانتش مطلوبه منكم اصلا. وبتعرف كمان هنا السكرتيره انهم قبضوا على رودس والعصابه اللي كانت بتخطط ضد المغامرين. وطبعا بيوصل الكلام ده لزعيم النقابه رايرد، واللي بيتفاجئ جدا من قوه الفريق الجديد ده، واللي هو بيكون فريق المفروض مبتدئ وبيكون مصدوم كمان من قوه يوجي اكتر. وبيحصل هنا الفريق على مكافئتهم من الذهب اللي بتكون مفاجاه مليونيه حرفيا. بعدها هنا بيطلع يجري زعيم النقابه على طول على يوجي وبيمسكه من كتفه وبيقول له انا عايز اتكلم معاك على موضوع مهم جدا. فبيروح يوجي معاه وبيحضر اجتماع كبير جدا مع مسؤولين المدينه كلها ورئيس النقابه كمان. بيتكلم رايرد هنا زعيم النقابه مع الناس اللي موجودين وبيقول لهم انا جبت لكم شخص عارف معلومات كبيره جدا وعظيمه جدا عن التنين الازرق اللي هو بيكون اسطوره اصلا ما حصلتش من ملايين السنين. بيطلب زعيم النقابه من يوجي انه يكتب او يرسم شكل التنين من ذاكرته الخاصه بما انه اول شخص قابله. هنا يوجي بيستخدم تعويذه من ذكرياته، وهي تعويذه تصوير بالكامل بتيجي من ذكرياته علشان ترسم شكل الحاجه اللي شافها بالتفصيل. ساعتها الاشخاص بيشوفوا الرسمه اللي رسمها يوجي وبيكونوا مصدومين جدا، لان الرسمه دي بتكون نفس الرسمه وقريبه جدا من الرسمه اللي بتكون موجوده في كتاب الاساطير. ستايل هنا اللي بيكون معاه كتاب الاساطير بيقول لهم ان الكتاب مش موجود فيه الا بعض المعلومات البسيطه جدا عن الوحش ده، وبيقول لهم ان الوحش ده بيكبر وبيظهر تحت السماء اللي بيكون لونها غامق. وبيقول لهم كمان ان الكتاب مكتوب فيه ان الكارثه دي ظهرت من مده جدا جدا طويله، وبتكون اخر مره ظهرت بتكون ابادت قاره كامله في 3 ايام بالظبط، اللي هي كارثه مخيفه حرفيا. زعيم النقابه هنا بيساله طيب مش مكتوب
مكتوب اي حاجه في الكتاب عن طريقه القضاء على الكارثه دي؟ ستايل بيرد عليه ويقول له ان الحل ده بيكون موجود مع شخص واحد بس، والشخص ده بيكون عنده قوه سحريه غير محدوده، واللي هو شيء مستحيل الحدوث في العالم ده، بس احنا عارفين كلنا مين الشخص اللي عنده القوه دي. وفجاه هنا بنلاقي السماء لونها بيتغير وبيغمق اكتر، وبيظهر التنين الازرق واللي حجمه بيتضخم، وبيتواصل على طول السلايم اللي مع يوجي وبيقول له ان الوحش او التنين ده بقى شكله اضخم بكتير عن الاول. يوجي هنا بيأكد كلام الاسطوره وبيقول لهم فعلا التنين ده كل ما بيغمق لون السماء حجمه بيكبر. المسؤولين بعد ما بيتاكدوا من الموضوع ده بيترعبوا من كلام يوجي وبيقولوا احنا كده خلاص ما قدامناش غير 3 ايام وهنموت. هنا رايرد بيشجعهم وبيخبط على الترابيزه ويقول لهم اننا لازم نتشجع ضد الكارثه دي، حتى لو كان كارثه او اكبر من كارثه اللي هو اسطوره اصلا ممكن ما بتحصلش. ما ينفعش نفضل مستنيين الموت لحد ما نموت فعلا. بعدها بيجي وقت الغدا في المكان ده، وهنا بنلاقي لينا وليزا بيكلموا يوجي وبيقولوا له ان احنا هنشترك في مهمه القضاء على التنين الازرق ده، علشان بتكون في مفاجاه كبيره من الذهب للمشاركين. بيقولوا ليوجي اننا هنكون معاك وانت هتحمينا لاننا واثقين بنسبه 100% من قدراتك انت والسلايم اللي معاك. وفي الليل بيقابل ستايل اللي هو الشخص اللي معاه كتاب الاساطير يوجي وبيعرفه على نفسه وبيسلمه خنجر غريب بيكون مصنوع من ماده مجهوله. بيقول ستايل ليوجي ان الخنجر ده بيعتمد على قدرات المحارب السحريه، والخنجر ده اسمه خنجر كيسس وبيكون غير قابل للكسر. بيقول له ستايل انا منحتك الخنجر ده وهيكون ملك ليك انت دلوقتي، وعايزك تستخدمه في مهمتك في القضاء على التنين الازرق. وفي الليل في الوقت اللي المفروض يوجي يكون نايم فيه بيبدا يفكر عن مهمته اللي هياخدها مع قريه كيليا اللي بيكون مطلوب منهم فيها انهم يقتلوا التنين الازرق اللي هو كارثه. يوجي بيبقى خايف جدا من الارواح اللي هتسقط وهتموت في المعركه الكبيره دي. فجاه بيتواصل معاه السلايم اللي بيراقب التنين وبيقول له ان التنين بقى اكبر اكتر واكتر كمان، وشكله اتغير وبقى اعظم واقوى من الاول، يعني الكارثه عماله بتزداد مع الوقت. وهنا يوجي بيرجع تاني يفتكر ايام الماضي بتاعه لما كان لسه مغامر صغير وبيتدرب. من اللحظه اللي يوجي رفع ايده علشان يسال الاستاذ فيها، يوجي بيسال الاستاذ بتاعه وبيقول له هو انت لما قلت ان مش معقول ومستحيل على التعويذه بتاعتي انت كنت تقصد فعلا ان تعويذتي ضعيفه؟ الاستاذ بيتصدم من كلامه وبيقول له انت ازاي مش فاهم ان انا مصدوم من قوتك، ان قوتك والتعويذه بتاعتك في غايه القوه. فيوجي اصلا بيكون مش عارف قدراته الكامله. بيرجع يوجي هنا ويثق في قدراته اكتر وبيقول انا هقدر اهزم التنين الازرق. فبيقرر يوجي في الوقت ده انه ينطلق لوحده مع زيب السلايم بتاعه علشان يقاتل التنين لوحده بدون ما يقول لزعيم القريه او زعيم النقابه، علشان طبعا هو مش عايز الارواح دي تموت وتختفي لانه عارف قوه التنين المهوله والكارثه دي. بيوصل يوجي وبيلاقي التنين ثابت في السماء وبيستمد طاقته من السماء اللي عمال لونها يزداد غمقان. كل ما السماء بيكون لونها غامق كل ما بيزداد قوه اكتر وبيزداد حجم كمان. طبعا التنين بيكون ثابت، فيوجي بيدي اوامر للسلايم على طول وبيقول لهم خليكم كلكم على جنب الا سلايم واحد لازم يكون معايا دلوقتي، وده علشان يساعدني في التعويذه والخطه بتاعتي. فيوجي بينقل السلايم تعويذه النار الضخمه بتاعته وبيطلقها مباشره على التنين الازرق، ولكن ده بيكون بدون اي فايده لان التنين ما بيتاثرش ابدا من تعويذه يوجي ولا من النار الضخمه اللي ضربها. وبيكشف هنا يوجي بعد الضربه دي عن حاله التنين بقدرات التحليل اللي عنده، وبيعرف هنا يوجي ان نقاط ضعف التنين ده بتكون النار مع السحر. بس التنين في الوقت ده بيرد على يوجي الهجوم بتاعه وبيضربه بضربات طاقه سحريه ضخمه جدا جدا لونها ازرق، بس يوجي بيقدر يصد الضربه بتاعته واللي هي بتكون عباره عن نار بالمناسبه عن طريق الدرع بتاعه اللي بيكون مضاد للنار. بس بنلاحظ ان بعدها التنين بيبدا يمتص طاقه من الغابه وبيمتصها كمان من كل الاماكن اللي حواليه عشان حجمه يزداد ويبقى اكبر واكبر، وطبعا ده مع الوقت بيخلي قوه التنين اعظم. هنا السلايم بيبدا يسال يوجي وبيقول له هنعمل ايه دلوقتي يا يوجي؟ مفيش حل قدامنا. فبيقرر هنا يوجي انه يلجا للخنجر الغير قابل للكسر اللي هو خنجر كيسس اللي اخده من ستايل. فبيقول يوجي انا هجرب الضربه دي اللي هو انه يدمج قوه النار وتعويذه النار بتاعته مع الخنجر ده اللي بيكون غير قابل للكسر واللي بيعتمد على قوه صاحبه. فبيقول يوجي للذئب والسلايم اللي معاه خلونا ننزل تحت دلوقتي علشان نقدر نواجهه بشكل مباشر. وهم نازلين على طول التنين بيهجم عليهم باشعه اللهب الزرقاء بتاعته، بس يوجي بيقدر يصدها عن طريق الدرع بتاعه. وبيقوم يوجي يرمي السلايم بتاعه لفوق في السماء علشان ينقل السلايم ده تعويذه الدرع بتاعته علشان يشتت ضربه التنين. وبيستخدم على طول يوجي تعويذه القفز المعزز بتاعته علشان يقدر يوصل لمكان التنين اللي بيكون موجود في مكان بعيد في السماء ويقدر يوجي يضربه بشكل مباشر. واول ما بيوصل يوجي فعلا بيستخدم قوه الخنجر بتاعه وقوه تعويذه نار الهلاك وبيهجم بيها على عين التنين وبيضربه ضربه بتدمره وتطيره حرفيا. وهنا بيعتقد يوجي انه قدر يدمر الكارثه دي، بس بيتفاجئ ان التنين بيرد له الضربه بديله وبيضربه ضربه بتخليه يطير حرفيا ويكسر الصخور والحجاره اللي حواليه. فيوجي هنا بعد ما عمل ده بيبدا يكشف عن احصائيات قوه جسده والحاله الصحيه اللي معاه، وبيكتشف يوجي ان قوته السحريه بتكون نزلت بشكل سالب، يعني ضعفت اكتر
اكتر من الصفر، وده معناه ان يوجي حاليا في حالة خطيرة جدا، وبيعرف انه لو ما قدرش يصد التنين ده ويهزمه دلوقتي فجسمه هينهار بالكامل وهيموت. بيهجم عليه التنين بضربات النار بتاعته، بيصدها يوجي على طول بالدرع بتاعه، وبيبدأ يفكر ازاي هيقدر يهزمه تاني. فبيقرر هنا يوجي ان يستخدم عليه تعويذة تجمده في مكانه، وبيستخدم عليه تعويذة صاعقة كبيرة جدا علشان تثبته، وبيكهرب التنين في لحظة اسطورية. واثناء ما التنين بيثبت في مكانه حرفيا، بيطلب يوجي من الذئب بتاعه انه ياخده لمكانه بسرعة ويوديه عند التنين. واول ما بيوصل يوجي عند التنين بيفعل نار الهلاك مع الخنجر بتاعه مرة تانية، وبيبدأ يقطع في جسمه. وفي المرة دي فعلا يوجي بينجح انه يقتل التنين ويقطع رقبته ويدمرها حرفيا بالضربة بتاعته والخنجر القوي ده. طبعا التنين كله حرفيا بيتفتت وينفجر، وبعد كده بنلاقي لون السما بيرجع للونه الطبيعي، ولون القمر برضه معاه، والسلايم كلها بتتجمع على يوجي، وبيكونوا فرحانين جدا من الانجاز اللي عمله. انتصار يوجي بيكون عظيم لانه قدر يوقف كارثة لوحده. يوجي هنا بيقرر يرجع مع الذئب والسلايم بتاعته لمدينة كيليا، اللي هي المدينة اللي كان المفروض يحاربوا معاه علشان يقتلوا التنين. بس في الوقت ده بنلاقي ان في فطر احمر وفطر ازرق بيبدأ يظهر في المكان اللي وصل ليه دم التنين ده على الارض. بينام يوجي فعليا في المكان بتاعه، وبيلاقي زعيم النقابة في الصبح بيخبط على يوجي الباب وبيصحيه. رايرد بيقول له متأسف ان انا صحيتك في الوقت ده. رايرد بيقول ليوجي انا عايز اقول لك على حاجة، ان التنين اختفى، وده معناه ان في مقاتل مخلص هو اللي قدر يقتل التنين ده، ولون السما رجع لطبيعته. الزعيم بيقول له الكلام ده اكده لي ستايل، اللي هو الشخص اللي معاه كتاب الاساطير. فيوجي بيعمل نفسه مش عارف وانه مش هو اللي قتله اصلا. بيقول له طيب معقول ده يحصل؟ فين ستايل وفين الشخص اللي قتل التنين؟ رايرد بيقول ليوجي الشخص ده مشي وستايل برضه مشي، لانه كده خلاص انهى مهمته، فاحنا كلنا في القرية دي بنعمل لاجل مصلحة القرية بتاعتنا. على فكرة يا يوجي انت تقدر تعتمد علينا ولازم تثق فينا، لاننا كلنا هنا بنعتبر عائلة واحدة، كلنا هنقدر نساعدك برضه. فيوجي بيقول له انت قصدك ايه؟ انا مش فاهم حاجة من اللي بتقوله. فرايرد بيضحك عليه ويسيبه ويمشي، لان رايرد خلاص اتاكد من الموضوع، بس يوجي عامل نفسه مش فاهم حاجة. بنروح بعد كده ليوجي اللي بيكون بيفطر مع تينا وليزا. تينا وليزا بيقولوا له للاسف الحملة اللي دعيناك فيها عشان نقتل التنين الازرق ونقتله اتلغت، وده لان التنين اختفى، بس دي حاجة حلوة لاننا اتطوعنا في الموضوع ده، وده هيتحط في التقييم بتاعنا وهيرفع تقييمنا كمغامرين. وبيقولوا له بعد كده طيب يا يوجي دلوقتي انت ناوي تعمل ايه؟ وايه خطتك الجاية في الحياة دي؟ يوجي بيقول لهم انا بفكر انتقل من المكان ده واروح لمدينة تانية، دي حياتي. فبيزعلوا فعلا هنا تينا وليزا، وبيقولوا له احنا مش هنكون مبسوطين من الموضوع ده، بس احنا متفاهمين كلامك، لان دي فعلا حياة المغامرين كلها ترحال وانتقال من مكان لمكان. فيوجي بيقول لهم لو عندكم اي مكان ترشحوه ليا فيكون الموضوع ده مساعد ليا جدا. فتينا بتقول له انت ممكن تروح مدينة ريكاردو، لان المدينة دي تعتبر مدينة الاحلام فعلا، فيها كل حاجة انت هتحتاجها، وكمان بيكون فيها اكل حلو جدا. وبيقولوا له المدينة دي الحياة فيها هادية وبتكون مريحة جدا. فيوجي بيقول لهم طيب المدينة دي ما فيهاش اي ظواهر غريبة زي السما بتتغير للون ازرق او بيظهر فيها كائنات غريبة؟ فبيقولوا له دي اساطير ما بتحصلش كل يوم بشكل مفاجئ، ده شيء صعب جدا. لو الحياة بتاعتنا كان طول الوقت بيحصل فيها الحاجات دي كان زماننا فعليا ميتين. فبعد الكلام اللطيف ما بينهم ده بيسيبهم يوجي وبيمشي، وتينا وليزا بيبداوا يودعوه. بس بنعرف ان يوجي هنا ساب معاهم 3 سلايم متخفيين يراقبوهم، وما بيكونش قايل لهم على الموضوع ده، وده طبعا لانه خايف تحصل حاجة مفاجأة للمدينة دي. وبيتمشى يوجي مع الذئب بتاعه والسلايم في غابة علشان بيكون في طريقه لمدينة ريكاردو. يوجي بيقول في نفسه انه مش هيسمح ابدا يخلي اي حد يشوف السلايم بتاعه هو بيقاتل، مش هيسمح المرة دي بشكل مفاجئ. وفي الوقت ده السلايم بتاعه بيقول له في حاجة ضرورية لازم تشوفها دلوقتي يا يوجي، وبتظهر الشاشة قدام يوجي. بتبان قدام يوجي واحدة اسمها ديريارد، بتكون واحدة من اللي انقذهم يوجي زمان. بنلاقي البنت دي بتقول ليوجي تعالى بسرعة للمكان اللي انت قتلت فيه التنين، وبتقول له المكان ده بدأ يظهر فيه كائنات غريبة او فطر غريب، بيكون فطر احمر وفطر ازرق في المكان اللي مات فيه طبعا. وبتقول له عايزاك تساعدني في جمع الفطر ده علشان مش هقدر اجمعه لوحدي. يوجي بيقول لها مفيش اي مشكلة من الكلام ده، بس عايز اعرف ايه السبب اللي هيخليكي تجمع الفطر ده كله وهتعملي بيه ايه؟ ديريارد بتقول له الفطر ده هقدر عن طريقه ان انا استعمله واستخدمه في جرعات طبية وعلاج يعني. وبتقول له ان الفطر الاحمر ده هقدر اعمل فيه جرعات تسمى بجرعات الحكيم، والفطر الازرق هقدر اعمل بيه جرعات تسمى بجرعات المانتا او جرعات المانا، اللي هي بتكون القوة السحرية او بتزودها طبعا. فيوجي هنا بيكون مدهوش جدا من كلامها ومن فكرتها، لانه بيكون محتاج القدرات دي او محتاج الجرعات دي في اوقات معينة، اللي هي هترفع طاقته السحرية بعد ما يفقدها وهتساعده. فبيقول لها انا هساعدك، بس ممكن تديني شوية جرعات من اللي هتعمليها، وده طبعا لانه عايز يرفع طاقته بعد المعركة اللي خاضها ضد التنين اللي ادت في النهاية انه يفقد جزء كبير من قوته. فبتوافق على كلامه. فبيقوم يوجي يطلب من كل السلايم اللي معاه انها تجمع الفطر مرة واحدة، وفعلا بينجحوا في ده في دقايق معدودة. وبعدها بتبدأ ديريارد على طول في انها تحضر جرعات المانا بتاعتها، بس بتتفاجئ ان لونها متغير ولونها مش ازرق ابدا. فبتعرف ان السبب ان المية اللي استخدمتها ما بتكونش نقية. فيوجي بيقول لها مفيش اي مشكلة،
انا هجيب لك ميه نقيه عن طريق ان انا اعمل للميه دي تنقيه وعمليه تقطير، وهنجمع الميه بعد كده من النقط دي علشان تكون ميه نقيه نقدر نعمل بيها الجرعات دي. فبينجح يوجي في ده فعلا، بس الموضوع بياخد شويه وقت معاه. وفي الوقت ده البنت بتقول له ان لون الميه الجديد ده بيكون شبيه للاحجار السحريه، وبتقول له يا يوجي انت فاكر اول مره اتقابلنا فيها كانت عامله ازاي؟ وفي الوقت ده بتكون ديريارد بتكون فاقده لقوتها بالكامل بعد ما فقدت كل المانا السحريه بتاعتها. فهنا يوجي بينقذها وبيديها جزء من المانا بتاعته، وبترجع على طول تصحى تاني. واول ما بتفوق فعلا بتشكره على انقاذ حياتها، وبتقول له ان في شخص غريب عمل فيها كده واستخدم ضدي حجر سحري استنفذ كل المانا بتاعتي وسحبها. فيوجي هنا بيمسك الحجر اللي سحب المانا بتاعتها وبيستخدم عليه تعويذه، واول ما بيستخدم عليه التعويذه دي بتظهر اشباح من الحجر والحجر بيتمحي حرفيا. فبيقوم يوجي بيستخدم تعويذه قويه جدا مضاده للسحر بتقتل كل الوحوش اللي ظهرت من الحجر ده في مره واحده. وهنا داريارد بتشكره جدا على مساعدته ليها وبتقول له انها مدينه ليه بحياتها كلها. بيسالها يوجي ليه برايك اللون الجرعه دي اللي انت عملتيها من الميه الغير نقيه بيكون لونها شبه الحجر السحري ده اللي هو استنفذ طاقتك كلها؟ فداريارد بتقول له اعتقد علشان الاحجار السحريه دي بتتصنع اصلا من بركه التنين، والبركه دي بيكون فيها قوه كبيره جدا وبتكون مستخلصه القوه دي من الاماكن اللي بتكون التنانين دي ماتت فيها، وده اللي بيسبب ان الفطر الاحمر والازرق بيظهر في الاماكن دي. وبتقول له ان بركه التنين دي حاجه مش خطيره جدا ولا مفيده جدا، بس لو وقعت في ايد حد غلط ممكن يدمر بيها العالم حرفيا. وفي الوقت ده السلايم بيكونوا انتهوا من عمليه تنقيه الميه وبيقولوا ليوجي، واول ما بيحصل كده على طول ديريارد بتاخد الجرعات وبتبدا تصنعها مره تاني، وبتنجح فعلا في انها تصنع الجرعات ليوجي وبتديها له فعلا. وبعدها بتسيبه وبتقول له انها ترجع للغابه بتاعتها، وفعلا بيسلموا على بعض وبيفترقوا من المكان ده. وهنا بيكمل يوجي طريقه لمدينه ريكاردو، بس في المكان اللي ماشي فيه يوجي بيظهر ضباب كثيف جدا بيخليه مش شايف اي حاجه، فبيفعل يوجي الخريطه بتاعته. بيقول يوجي للسلايم والذئب بتاعه لو كملنا ماشي في الطريق ده هنقدر نوصل لمدينه ريكاردو. فالذئب هنا كان بيكلمه وبيقول له انا شامم ريحه بشر من المكان ده، خلينا نمشي فيه. وبعد ما بيمشوا شويه بيوصلوا لقريه موجوده وسط الضباب ده. الذئب والسلايم بيسالوا يوجي بيقولوا له هل هي دي مدينه ريكاردو؟ فيوجي بيقول له لا لسه المدينه بعيده عن هنا. وبيدخلوا للقريه فعلا، بس اول ما بيدخلوا بيتفاجئوا ان كل سكان القريه بيكونوا باصين عليهم ومبتسمين ابتسامه غريبه جدا. بيسال السلايم يوجي هنا وبيقول له ليه كلهم مبتسمين في وقت واحد؟ ده موضوع غريب جدا. فبيقابله هنا زعيم القريه وبيقول له اهلا بيك، مش محتاج اي مساعده في طريقك نحو المدينه؟ وبيقول له ما ينفعش تكمل سفر في الوقت ده اللي هو وقت الضباب. وبيقول له ايه رايك تكمل قاعده معانا في القريه لحد ما يروح الضباب وتكمل رحلتك على خير؟ يوجي طبعا بيرفض الموضوع ده وبيقول له شكرا انا هكمل سفر دلوقتي. فالراجل بيعزم عليه وبيقول له طيب اتفضل اتعشى معانا قبل ما تكمل سفر. وبياخده فعلا وبيقدم له شراب وبيقدم له طعام وبيقول له اتفضل كل. فيوجي بيقول له طيب انا مش محتاج اكل، انا مش محتاج اي حاجه حاليا. فالراجل بيكون منظره مريب جدا وبيقول له ولا يهمك ما تاكلش، بس ممكن تقول لي ايه السبب اللي يخليك تزور قريه معزوله زي القريه بتاعتنا؟ فيوجي بيرد عليه ويقول له انا كنت رايح لمدينه ريكاردو دي وجهتي، بس انا تهت في الطريق بسبب الضباب. واثناء كلامهم بيلاحظ يوجي ان سكان القريه كلهم ملمومين حوالين المكان وعند الشباك وبيكونوا بيبصوا عليه بشكل غريب. فبيعتذر له الراجل ويقول له ما تقلقش دول بس فرحانين بوجودك لانه اول مره يزورنا غريب من فتره جدا طويله. فبيسيبوا يوجي وبيقول له انا هطلع اكمل في طريقي، وبيطلع فعلا ويكمل. واثناء طريقه السلايم بيكلم يوجي ويقول له الاكل اللي كان في القريه اللي قدمه لنا ده كان اكله قليل جدا ووحش، محدش هينفع يشبع من الكميه الضئيله دي. وبيقول له كمان ان الابتسامه بتاع سكان القريه كانت مريبه جدا. فيوجي قال له فعلا في حاجه غريبه في القريه دي، بس بيقول له مش مهم وخلينا نكمل طريقنا. وبنرجع تاني لزعيم القريه اللي بنلاقيه في مكان غامض كده وبيتكلم عن طريق بلوره سحريه وبيكون شكله غريب جدا، وبيكلم شخص ويقول له ما تقلقش من اي حاجه، ده مجرد مغامر ضعيف بيكون تاه في طريقه وعدى على القريه بتاعتنا. وبيقول له خطتنا هتكون في ميعادها وما تقلقش احنا مجهزين لكل حاجه، بكره هنحصد بركه التنين من غابه ديلايت وهنطهر العالم كله. وبنرجع ليوجي اللي بيقول للذئب والسلايم اللي معاه اننا هنعدي التل ده وهنكون وصلنا لمدينه ريكاردو. فبيتحمس السلايم اللي معاه اللي بيكونوا جعانين جدا وبيتمنوا ان فعلا يكون الاكل اللي هناك طعمه لذيذ، بس بيتصدموا كلهم انهم اول ما بيوصلوا بيلاقوا المدينه كلها متغطيه بالتلج ومفيش اي حاجه ظاهره من المدينه. وبسبب البرد الشديد في المكان ده يوجي بيستخدم تقنيه تعزل جسمه عشان يكون متدفي. واول ما بيوصل يوجي لبوابه المدينه الحراس بيرحبوا بيه وبيقولوا له عن موضوع المدينه ان المدينه ليها 10 ايام متغطيه بالتلج، وبيقولوا له ان الموضوع ده اول مره يحصل للمدينه فعلا، وبيسالوه عن سبب زيارته للمدينه. فبيرد عليهم يوجي وبيقول لهم سمعت ان الاكل اللي عندكم طعمه لذيذ جدا. ولما يوجي كان بيتمشى في المدينه بيفتكر ان الحارس قال له انت جيت المكان الصح، يعني لما بيدور على اكل، وبيقول له عايزك تروح تزور مطعم لهب النمر. بس وهو بيتمشى في المدينه بيلاحظ ان مفيش اي حد بره في الشارع اصلا وكل الشبابيك في المدينه مغلقه. واخيرا بيوصل لمطعم لهب النمر اللي الحارس قال له عليه، بس
بس لما بيدخل بيتفاجئ ان المساعده اللي موجوده هناك بتقول له للاسف احنا قافلين النهارده. فبيقول لها يوجي طيب هتفتحوا بكره الساعه كام؟ فبتقول له للاسف احنا قافلين دايما حاليا لان الاكل بيحتاج حطب واحنا ما عندناش حطب في الوقت ده، لان سكان المدينه محتاجين يتدفوا في الجو ده والكارثه اللي حلت على المدينه، واضطرينا اننا نتبرع بكل الحطب اللي في المطعم للسكان علشان يتدفوا. يوجي لما بيبص على المطعم بيلاحظ ان المطعم شكله راقي وباين فعلا ان الاكل اللي في المكان ده طعمه حلو، فيوجي بيقرر فعلا انه يعمل اي حاجه علشان ياكل من المكان ده. فبيقول لها انت محتاجه بس حطب علشان تولعي على الاكل؟ فبتقول له ايوه بس ده شيء مستحيل لانك لو حاولت تقطع الشجر دلوقتي برضه هيكون ملوش اي لازمه لانه هيكون متبلل ميه وما هينفعش استخدمه في المطبخ. فبيقول لها يوجي ما تقلقيش انا هشوف انا هقدر اعمل ايه. فبيخرج يوجي عشان يحاول يلاقي حطب وبيسال السلايم ويقول له ايه افضل نوع حطب اجيبه علشان اقدر استخدمه في الطبخ. فالسلايم بيرد عليه ويقول له مش عارفين. فبيستخدم تعويذه بتطلع له فأس سحري ضخم وبيه حرفيا بضربه واحده بيقطع الشجر كتير جدا في ضربه، صف كامل من الاشجار بيقع، وكمان بيقدر يوجي يقسمه ويقطعه بسرعه كبيره جدا وبيرتبه كمان. وبعد كده بيستخدم يوجي بالسلايم بتاعه تعويذه بتمتص كل الرطوبه من الحطب علشان ينشف ويقدروا يولعوا فيه. وبيرجع يوجي مره تاني للمطعم وبيدي عينه من الحطب اللي عمله لمساعده الشيف وبيسالها ده هينفع ولا لا. فالبنت بتقول له الحطب ده باين عليه كويس جدا بس هوريه للشيف الاول وهو هيقول لي اذا كان هينفع للطبخ ولا مش هينفع. فلما الشيف بيشوف الحطب بيقول ليوجي الحطب ده جاف جدا ومش هقدر اطبخ عليه لانه لازم تكون فيه نسبه رطوبه بسيطه علشان اقدر اطلع بيه طعم الاكل ويكون طعمه حلو. ففي الوقت ده يوجي بيستخدم السلايم تاني علشان يزود نسبه الرطوبه بشكل بسيط في الحطب. وهنا الشيف بيتصدم اول ما بيشوف قطعه الحطب دي وبيقول دي احسن قطعه حطب ممكن استخدمها في الطبخ، وبيقول لهم فعلا هنطبخ بيه. وبيطلب يوجي طبعا من كل السلايم اللي معاه انهم يخلوا الحطب زي الحطبه اللي حط فيها نسبه رطوبه بسيطه دي. فبينبهر الشيف جدا من قدرات السلايم اللي مع يوجي وبيقول له انا هحضر لك اكل تحفه جدا وحاجه هتعجبك. وفعلا بيكون جاهز طبق مثالي جدا ليوجي. وبتيجي لحظه ان يوجي يدوق الاكل، واول ما بيدوق الاكل بيوجي بيحس فعلا انه ما دقش اكل حلو في حياته كلها. يوجي بيخلص الاكل في ثواني وبيكون ناقص ياكل الطبق معاه. فيوجي بيقول للشيف انا عايز اكل الطبق ده كل يوم. فالشيف بيصدمه وبيقول له دي مش احسن حاجه عندي على فكره انا اقدر اعملها لك. فيوجي بيقول له خلاص خليني بكره اكل احسن طبق انت بتعمله. وفعلا الشيف بيوعده انه هيعمل له افضل طبق عنده. وفي وقتها مساعده الشيف بتقول له احنا مش هنقدر نستخدم كل الحطب ده في الطبخ وبس لانه فعلا سكان المدينه محتاجين الحطب ده زينا بس علشان يتدفوا. فيوجي بيقول لها ما تشغليش بالك انا هقدر اوفر حطب تاني لكل سكان المدينه. وبيروح يوجي لنقابه المغامرين في المدينه واللي بتكون كل المهمات اللي فيها عباره عن الحصول على حطب بس، يعني مش عايزين الا حطب من المغامر حتى، مش محتاجين لا قتل وحوش ولا غيره. فبيطلب يوجي من الموظفه هناك انها تسجل اسمه كمغامر وكجامع للحطب. فبتبدا تقول له على نوعيه الحطب اللي هم محتاجينها وبتقول له روح للمشرف ويتكا اللي هو بيكون مشرف على جمع الخشب والحطب علشان يعرفك ايه نوع الحطب اللي هتجمعه وازاي هتشتغل. فلما بيروح ليوجي ويتكا بيقول له للاسف احنا عندنا عجز كبير في امدادات المدينه من الحطب ده لان المدينه بتحتاج 5 طن خشب كل يوم واحنا للاسف ما بنقدرش نكمل الكميه دي. فبيقول له احنا للاسف ما كناش عاملين حسابنا للموجه اللي هتيجي دي لانها جت على غفله، وحتى في كره تانية عرضت علينا المساعده بس برضه الكميه مش مكفيه. فهنا بيسالوا يوجي عن القريه الغريبه اللي قابلها لما كان جاي المدينه دي وبيقول له هل القريه دي عرضت المساعده عليكم؟ فبيرد عليه ويتكا ويقول له القريه دي مهجوره من زمان وما فيهاش اي حد فاكيد ما حدش هناك علشان يعرض علينا المساعده. فبيكون مستغرب هنا يوجي جدا وبيقول له ويتكا خلينا نكمل شغل، خلينا نشوف هنعمل ايه في المهمه دي. بيقول القائد ويتكا ليوجي في الوقت ده حاول ما تتعبش نفسك وما تجهدش نفسك في جمع الحطب لان باين عليك لسه مغامر مبتدئ ومش هتقدر تجمع كميه كبيره، فخلي العمل الشاق لباقي المغامرين. بس في الوقت ده ويتكا بيتصدم لما بيلاقي يوجي استخدم تعويذه سحريه وطلع الفاس السحري بتاعه وبضربه واحده من الفاس ده قدر يوقع اكبر كميه شجر قدام كل المغامرين دول. صف كامل من الشجر بيطير بضربه واحده من يوجي وده اللي بيخلي القائد ويتكا وكل المغامرين اللي موجودين في المكان ده بيكونوا مصدومين لانهم ما كانوش يتوقعوا ابدا من شكل يوجي انه يوحي ابدا انه قادر انه يستخدم القوه المرعبه دي. ويوجي بيكون بيقطع الحطب بسرعه مرعبه جدا قدامهم وبيسال ويتكا وهو بيعمل كده عن حجم ونسبه الخشب اللي محتاجينها بالظبط. فبيقول له ويتكا قطعها على حسب القطعه اما تكون كبيره او صغيره، وفعلا بيصدمهم هنا يوجي وبيقطعهم بشكل مناسب ودقيق جدا. ودي ما بتكونش المفاجاه النهائيه ليهم من يوجي، بيتصدموا اكتر لما يشوف السلايم بتاع يوجي وهو عمال يمتص الرطوبه علشان يجفف الحطب ده بسرعه كبيره جدا علشان يقدروا يستخدموه في نفس ذات اللحظه. وبيرجع هنا ويتكا لنقابه المغامرين وبتكون مصدومه ومنبهره جدا من الشغل اللي عمله النهارده مع المغامرين. ويتكا بيقول لها ده ما كانش الشغل بتاعي، ده بفضل شخص انضم لينا جديد النهارده
وبيكون اسمه يوجي، وبيقول لها هو اللي عمل كل ده. وهنا يوجي بيكون قدر يجمع كميه حطب مهوله جدا هتكفي القريه لمده 3 ايام كاملين، يعني هتكفي احتياجها وزياده. بتستغرب الموظفه هنا وهي عماله تشوف السلايم بتاع يوجي عمال يطلع الخشب من جواه وعمال يرص فيه. بتقول لي يوجي هنا انا سمعت عن اسطوره عن وحش ضخم كان بيستخدم وحوش صغيره علشان يقدر ينقل بيها اي حاجه، زيك بالظبط يا يوجي انت والسلايم بتاعك. وفي الوقت ده بيجي في بال يوجي العجوز ستايل والاساطير اللي كانت موجوده معاه في الكتاب، وبيقول اكيد ستايل عارف عن الاسطوره دي حاجه. الموظفه هنا بتسال ويتكا وبتقول له انت جمعت حطب قد ايه، وهل الحطب ده هيقدر يكفي المدينه لمده نص يوم واحد ولا لا؟ فبيصدمهم يوجي هنا ويقول لهم انا جمعت اللي يكفي المدينه كلها بالكامل لمده 3 ايام بلياليهم. فبيتصدموا هنا من كلام يوجي وبيكونوا في صدمه مهوله جدا، وبيطلب منهم يوجي كمان انه يكمل الشغل بتاعه ويجمع حطب اكتر واكتر. وبالفعل يوجي بيقدر يجمع كميه مهوله جدا من الحطب للمدينه علشان ينقذها، وفي الوقت ده كمان بياخد مكافئته اللي هي بتكون ذهب كتير جدا علشان مساعدته للمدينه دي. واخيرا بيروح ينام هو والسلايم والذئب بتاعه بعد تعب يوم كامل كان شق جدا بيجمع فيه الخشب بدون راحه. وفي اليوم اللي بعده يوجي بيروح للشيف على طول على المطعم علشان الشيف يقدم له الوجبه الجديده اللي هو بيقول عليها انها افضل الاطعمه بتاعته. وكمان الشيف بيقدم للسلايم والذئب شرايح من اللحمه والخضار، فبيتحمس الذئب والسلايم للاكل جدا. والشيف بيقول لهم انا سمعت يا يوجي انك قدمت خدمه كبيره جدا للمدينه وقدرت تجمع لهم خشب يكفيهم فتره طويله. وبيبدا يوجي هنا يدوق طعم اكله الشيف اللي هي تعتبر ألذ وجبه، وبيوصل لنشوه مرعبه جدا من اللذه يا جماعه. بيدوق اكل كانه ما دقش زيه في حياته كلها ولا حتى هيدوق، بيتصدم. بيعتبر يوجي ان الوجبه دي هي افخم واحلى وجبه اكلها في حياته. بيشكرهم يوجي على الوجبه دي جدا وبيطلب منهم طبق تاني لانه خلاص عايز ياكل تاني وتاني وتاني. بس بنتصدم ان الشيف بيكلمه ويقول له ما تتسرعش على الاكل لان دي برضو مش افضل وجبه انا بعملها. هنا كانت صدمه جدا. الشيف بيقول له عشان اعمل افضل وجبه عندي محتاج حقل اعشاب معين، والحقل ده كنت باخد منه الاعشاب دي علشان اقدر اطلع افضل اكله، بس دلوقتي الحقل ده اتملى وحوش وما بقدرش اخد منه اي حاجه. فبيقوم يوجي من مكانه في المهمه بتاعته علشان يقتل الوحوش اللي موجوده في الحقل علشان ياكل افضل وجبه. اكيد يوجي اول ما بيوصل لحقل الاعشاب بيقسم السلايم لفرقتين علشان يواجهوا الوحوش دي، واول ما يقابلوهم يقتلوهم. وبيقابلوا السلايم فعلا اول وحش في طريقهم وبيتواصلوا مع يوجي وبيقولوا له ابعت لنا تعويذه قويه علشان نقدر نواجه الوحش ده. فبيفعل يوجي على طول تعويذه كره النار وبيضرب الوحش بيها عن طريق السلايم، وفعلا الوحش بيموت. وبيستمر السلايم في الوقت ده في البحث عن الوحوش في الغابه وقتلهم وتدميرهم، وفعلا بيقدروا يقتلوهم كلهم. والسلايم بيكلم يوجي ويقول له احنا قتلنا حوالي 50 وحش وغالبا كده مفيش وحوش تاني، بس بيقول له في حاجه غريبه قابلناها في الغابه دي. وبيقول له بص، وفعلا يوجي بيروح علشان يشوف الحاجه الغريبه دي وبيلاقيها كره سحريه لونها ازرق. وبيرجع يجيب البنت اللي اسمها ديريارد علشان تعرفه ايه الحاجه دي اللي هي صنعت له المعززات بتاع القوه بتاعته. ديريارد بتقول له شكل الكره دي ليها علاقه بدم التنين، وبتقول له دي شبه الاحجار السحريه الملعونه اللي بتمتص السحر والمانا من اي حاجه بتقابلها. وبتصدمه كمان وتقول له انه ده غالبا السبب في موجه البرد الشديده اللي حلت على المدينه دي، وده طبعا لان الكره دي بتمتص السحر والطاقه من المكان اللي بتكون موجوده فيه. وبتقول له لو الطاقه طبعا قلت من مكان فلازم يحل عليها الجليد والبرد. وبتقول له طبعا الموضوع بالعكس، لو المكان كان فيه كميه سحر كبيره ومانا كبيره المكان بيكون دافي وسخن. فيوجي بيسالها بيقول لها طيب دي ايه اللي جابها هنا؟ هي ظهرت هنا لوحدها ولا في شخص هو اللي جابها هنا؟ فبتقول له ديريارد اكيد في شخص هو اللي كان السبب في انها تيجي للمكان ده، وهي اللي تسبب الكارثه دي للمدينه. فبيفعل يوجي تعويذه علشان يطهر الكره دي من اللعنه اللي فيها، وبيقدر فعلا يبطل القوه اللي جواها واللعنه بتاعتها. وبيطلب من كل السلايم بتاعته انهم يدوروا على كرات حول المدينه دي شبه الكره دي، وبيتصدم لما يعرف ان في 108 كره من الكور دي موجوده في الغابه اللي حواليهم هي اللي مسببه الكارثه دي فعلا. فبيلاحظ يوجي انها مرصوصه بشكل معين بيأكد ان مركز الكور دي هيكون في مكان نقدر نوقف فيه اللعنه دي. بس المشكله اول ما يوجي بيوصل للمكان بيلاقي ان المركز ده ما فيهوش اي حاجه تبطل التعويذه دي. فبيقول يوجي اكيد الشخص اللي حط الكرات دي موجوده هنا في الغابه عامل عمليه تمويه وتضليل عشان يخلينا ما نقدرش نلاقيهم بسهوله، وده لان التلج اللي كان موجود فوق الاشجار ده موضوع كانه فعلا موضوع بشكل مقصود او بفعل فاعل، وكمان عشان اماكن الشجر محطوطه بشكل مضلل. وبيقول فعلا كأن الغابة دي معمولة بشكل مضلل ومناسب عشان تكون فيها حاجة خطيرة، فبيقرر فعلا انه يدمر الغابة دي كلها علشان يكشف كل حاجة فيها. وبيستخدم هنا تعويذة النار بتاعته علشان يدمرها، وبيقول في مؤامرة كبيرة في الغابة دي. وهنا يا جماعة بيضرب ضربة بتكون مرعبة جدا بيدمر الغابة دي كلها وبيعمل عمق كبير جدا تحت الارض، وده طبعا كان هدفه علشان يكتشف لو في فعلا حاجة سرية او لا. وبيكتشف الصدمة ان في مخبأ سري تحت الارض بمستوى كبير.
خفير. فبيقول يوجي انا عايز انزل تحت الارض دلوقتي علشان نكتشف ايه اللي بيحصل في المدينه دي. فبيقول السلايم ليوجي انت متحمس جدا كده ليه يا يوجي؟ فبيقول لهم انا عايز انقذ المدينه دي لسبب واحد، وده لان الاكل بتاعهم جميل جدا وما دقتش زيه قبل كده. كما انت عظيم يا يوجي. فبينزلوا فعلا في المخبأ، وبيطلب يوجي من السلايم انهم يبحثوا عن اي حاجه مهمه في المكان ده، وبيحاولوا يدوروا على اي حاجه تفك اللعنه من القريه دي. وبيقول يوجي للبنت اللي معاه انها ترجع في الغابه وهو يكمل بحث في المكان اللي فيه علشان يكتشف اي شيء مهم. وهنا بيبدأ يوجي يستكشف المكان ده، وبيشوف تحت معدات متطوره جدا ومعدات طاقه غريبه، وبيكتشف ان في طاقه تحت الارض، والمولدات دي بتاخد الطاقه من الاحجار اللي عليها علشان تنشر اللعنه في المدينه كلها، والشخص اللي عمل كده شخص حقير. وهنا يوجي بيوقف الاجهزه دي، وفجاه 2 من العمال اللي بيكونوا موجودين في المكان بيطلعوا يجروا، بيلاقوا فعلا ان الاحجار وقفت، وبيكونوا مصدومين لانها وقفت بشكل مفاجئ. بيتوقعوا طبعا انها وقفت بسبب الضربه اللي تعرض لها المكان اللي هي الضربه بتاعت يوجي، وبيقولوا ده في نيزك وقع علينا من السماء. بيقولوا البعض انهم لازم ينقلوا الاخبار دي ولازم يبلغوا السيد بتاعهم في اسرع وقت، وده بيكون شخص اسمه خفير. فبيفهم هنا يوجي ان خفير ده هو المشرف على الاحجار السحريه دي في المكان ده. فبيطلب يوجي من السلايم انهم يتعقبوا الاتنين دول، وهو هيراقبهم ويتابع معاهم من فوق. فبيطلع يوجي فعلا، وبيكون في تواصل دائم بين يوجي والسلايم زي ما بيشوفهم صوت وصوره عن طريق الشاشه بتاعته. فالسلايم بيوصلوا للمكان، بيكون الشخصين دول دخلوا من المكان ده وقفلوا الباب عليه، والسلايم بينجح فعلا انه يدخل وراهم، وده حتى بعد ما قفلوا الباب لما بيصغروا جسمهم وبينكمشوا بيعدوا منه. ولكن بعد ما بيعدي السلايم بيتفاجئوا ان في بوابه كبيره وفي مقبض على ايديهم الشمال بيكون مقفول، وكمان بيكون في مقبض على ايديهم اليمين. يوجي بيتواصل معاهم وبيقول لهم ان الاثنين يقفوا في وقت واحد ويفتحوا المقبضين في وقت واحد برضه، وفعلا خطه يوجي بتنفع والبوابه بتتفتح بعد ما بيفتحوا المقبضين في نفس الوقت. الزئبق بيقول ليوجي اننا دلوقتي في نفس المستوى مع السلايم في نفس الخريطه، على حسب الخريطه يعني هم تحت واحنا فوق. بس السلايم بيواجهوا مشكله كمان، ان في طريق مسدود قدامهم وفي سلم بيطلعهم لفوق، وفعلا بيصعدوا على السلم. وفي خلال ده يوجي بيلاقي نفسه انه وصل لنهايه المكان ووصل للحافه فعلا، والطريق قدامه بيكون خلصان وما قداموش غير تل وفراغ كبير. وفي اللحظه دي السلايم بيخرج من المكان اللي طلع ليه، وبينصدم ان فعلا وصلوا للقريه اللي عدى عليها يوجي، والسكان كانوا بيتفرجوا عليه وعزموه على الاكل، اللي هي القريه اللي كانت غامضه جدا. وهنا يوجي برضه بيكون شاف نفس القريه، وبيتاكد هنا يوجي فعلا ان القريه دي مش طبيعيه وفيها مؤامره خطيره جدا. وبيختفي السلايم وبيروحوا يشوفوا الشخصين اللي المفروض رايحين ينقلوا الكلام لخفير، وبيبداوا يراقبوهم، ويوجي برضه بيكون بيتنصت عليهم. بنلاقي الشخصين بيقولوا لخفير ان الاجهزه عطلت بسبب نيزك كبير جدا ضرب المعمل، ويوجي بيكون بيشوفهم هنا، وبيعرف ان الجماعه دول تبع مجموعه غامضه جدا وشريره جدا بيكون اسمها القمر الازرق. والمجموعة الخطيرة دي بيكون عندهم تصور انهم لازم يقتلوا العالم كله او الناس كلها في العالم علشان يطهروا العالم. وهنا بيعرف يوجي ان الاشخاص دولت والمجموعة الشريرة دي اخذت القرية دي كملجأ ليهم وكمركز للعمليات، وهم طبعا اللي بيكونوا صنعوا الالات السحرية المتطورة اللي كانت في النفق اللي تحت الارض علشان طبعا يستخدموا قوة الاحجار السحرية ويدمروا مدينة ريكاردو. فلما بيعرف خفير هنا المشكلة بيجمع كل العصابة اللي معاه وبيقول لهم ان في نيزك كبير جدا ضرب المقر بتاعهم، وبيأمر كل الافراد انهم ينتشروا في الغابه ويجمعوا الخامات السحريه بتاعتهم اللي هي بيكون عددها 108، لانها املهم الوحيد في اعاده تفعيل الاحجار السحريه ويرجعوا يكملوا الشغل في النفق مره تانية واللعنه تستمر. وده طبعا لانهم هيستعملوها كاحجار بديله للاحجار السحريه علشان يكملوا نشر اللعنه دي، وطبعا اللعنه دي هتنتشر لباقي المدن مش مدينه ريكاردو بس. وهنا العصابه بيسالوه بيقولوا له طيب لو حد شافنا في الغابه هنتصرف ازاي وهنعمل معاه ايه؟ بيقولوا له كده الخطه بتاعتنا ممكن تتكشف. فبيقول لهم اي حد هيقابلكم في الغابه اقتلوه وخلصوا عليه. فلما بيسمع يوجي هنا كلام خفير بيأمر السلايم بتاعه والذئب انهم ينتشروا في الغابه ويقبضوا على اي حد يقابلوه من العصابه دي، وكمان بيطلب من باقي السلايم انهم يراقبوا جماعه القمر الازرق دي اللي هم طبعا بيكونوا لسه في القريه غير اللي راحوا للغابه علشان طبعا يكتشف باقي خططهم. فبيشوف السلايم ان مش متوفر او مش باقي غير 5 بس من العصابه بتكون موجوده في القريه، ودولت بيكونوا بيخططوا انهم هياخدوا الخامات السحريه ويسيبوا قريه ريكاردو ويروحوا المكان تاني. وكمان كان لسه في سلايم تحت الارض وبيدخلوا مكتبه تحت الارض وبيكون فيها كتب كتيره غريبه جدا. بيطلب منهم يوجي على طول انهم يجمعوا كل الكتب والوثائق اللي موجوده في المكتبه دي. اما في الغابه في الناحيه التانيه السلايم بيكونوا بيقابلوا كل افراد عصابه القمر الازرق وبيقبضوا عليهم، بس اول ما بيقبضوا عليهم بيعملوا حاجه غريبه جدا، وهو انهم بينتحروا بالسم اللي بيكون موجود ما بين اسنانهم علشان ما يدوش لاي حد اي معلومه. بس يوجي بيقول لهم كملوا اقبضوا عليهم كلهم علشان ينقذ كل الابرياء منهم. وفي الوقت ده بيواجه السلايم اللي تحت الارض مشكله، لان بيكون في بوابه
بوابة ما بيقدروش يعدوا منها ابدا، ومش عارفين حتى يعدوا من الفراغات حتى لو انكمشوا. فبيفكر يوجي وبيقول ان البوابة دي غريبة واكيد فتحها في سر وهيكون ليه علاقة بالشموع اللي متوصلة بيها. فبيقول لهم اتجمعوا ال5 شموع دي واطفوها مرة واحدة، وفعلا اول ما بيعملوا كده البوابة بتتفتح على طول. وبيتصدموا لما يشوفوا كنز كبير جدا من الذهب والمجوهرات والالماظ اللي بتكون عصابة القمر الازرق دي مجمعاها في المكان السري ده. بس في اللحظة دي بيقول السلايم ليوجي ان في حد هيدخل عليهم دلوقتي، واول ما بيدخل الشخص ده بيلاقي ان البوابة مفتوحة، بس اول ما بيدخل ما بيلاقيش اي حاجة ولا نقطة ذهب اصبحت في المكان اصلا، كله اختفى. وبكده ثروة القمر الازرق كلها اتسرقت. وبعدها بيبلغ زعيمهم هنا بسرعة بالموضوع ده وباللي شافه في المكان، وهنا بيتأكد خفير ان فعلا في شخص هو اللي بيعمل كده، وانه سبب توقف الاحجار مش نيزك ولا حاجة، بل هو شخص فعلا دمر المكان ده. وكمان بيتضايق وبيتصدم لما يعرف ان كل ثروتهم اتسرقت وكل الوثائق السرية والكتب بتاعتهم اتسرقت برضه. فبتسأل العصابة خفير وبتقوله طيب لو هو قوي بالقوة دي ليه ما قتلناش لحد دلوقتي؟ فبيقول لهم خفير اكيد الشخص ده عارف سلاحنا الاقوى، لهيب التطوير اللي هيتم تفعيله في حالة واحدة بس، وهي لما كل سكان القرية دي يموتوا، علشان كده هو رفض يقتلنا لحد دلوقتي. فيوجي اصلا بيكون مصدوم من كلامهم وما بيكونش فاهم هما بيتكلموا على ايه. بيقول لهم خفير خلاص احنا ما عندناش غير فرصة واحدة وسلاح وحيد ضد العدو ده، والصدمة ان كلهم بيطلعوا اسلحتهم وبينتحروا قدامه. وبكده قنبلة لهيب التطهير اللي بتكون تحت الارض بتتفعل، وده الشرط الوحيد انه يفعل تقنية او قدرة وتعويذة سحرية هتدمر القرية كلها، وده لان القرية اللي هم عايشين فيها اللي هي القرية المهجورة كلها ما بقاش فيها اي سكان. ويوجي هنا بسرعة بيؤمر كل السلايم بتاعته انهم يتراجعوا، وبيستخدم تعويذة سحرية علشان تنطرهم وتخرجهم بسرعة من القرية دي قبل ما تتدمر كلها. وكمان بيفعل تعويذة مضادة للسحر مع تعويذة للدرع واكتر من درع فوق بعضيها علشان يحمي المكان ده ويخلي الانفجار يكون متحوط بالتعويذ دي كلها علشان ما يقتلش اي حد ويدمر اي حد. وفجأة بنلاقي ان الارض بتنشق نصين وبيطلع منها شعاع ودخان اخضر بيكون شكله مخيف جدا، وده بيكون لهيب التطهير. يوجي ما بيكونش عارف مدى قوته ايه، بس هو عامل حسابه ان هو هيقمعه، بس بيكتشف ان دفاعه بيكون ضعيف جدا قدام لهيب التطهير ده. لهيب التطهير بيكسر كل حواجز يوجي وبيطلع منها. يوجي مش قادر يقاوم والدرع بتاعه عمال يتكسر حته حته. بيترعب كل السلايم ويوجي من المنظر، وخلاص اللهيب قرب يطلع وهينفجر في كل المكان وهيطهر الارض كلها. ويوجي هنا بتخطر في باله فكره تعويذه اسطوريه جدا علشان يقدر يوقف اللهيب المرعب ده، وهو انه يستخدم قوه الجليد وقوه تحويل النار في نفس الوقت. فبيشكل مصفوفه ومربع كامل من التعويذ علشان يقدر يحاصر المكان ده كامل ويقدر يحول لهيب التطهير المرعب. وخلال الوقت ده كانت المعنى بتاعته وقوته السحريه عماله تنهار باعداد مهوله جدا ومرعبه جدا، وده طبعا لانه عمال يستنزف في قوته كلها لمقاومه اللهيب المخيف. وبيستمر يوجي في مقاومه اللهيب ده وقوته عماله تضعف اكتر واكتر، وبيقدر اخيرا انه يحتوي لهيب التطهير اللي كان هيدمر الارض. ونجح فعلا في حمايه مدينه ريكاردو واللي حواليها من الدمار وانقاذ نفسه وانقاذ العالم. بس بيستغرب يوجي ازاي فضل صامت كل الوقت ده ضد اللهيب مع ان المانا بتاعته بقت سالب رقم مخيف. وهنا بيطلع الذئب بتاعه من تحت الارض بعد ما كان مستخبي وخايف من اللهب. فيوجي بيقول له على فكره انت كده هتتحرم ومش هتاكل من اكل الشيف النهارده، واحنا مستغربين طاقه يوجي بتروح فين. واخيرا بيرجع يوجي وسكان المدينه بيستقبلوه استقبال جدا جدا كبير، وبيطمنوا عليه وبيسالوه انت كنت فين كل اليوم ده؟ الموضوع كان خطير جدا، معقول انت كنت عمال تقتل في وحوش في حقل اعشاب بس؟ فطبعا ما بيقول لهمش ان هو اللي عمل ده كله. السكان بيقولوا له احنا متوقعين ان الانفجارات دي كانت بسبب ان في نيازك فعلا جت على الارض، وفي الوقت ده التلج بيبدا يدوب فعلا من القريه. وبيقولوا له غالبا كده النيازك هي السبب في ذوبان الجليد بسبب الحراره بتاعتها والانفجارات بتاعتها. في الصبح المدينه كلها بترجع زي ما كانت، بترجع مدينه سعيده وجميله جدا. ويوجي بيكون فرحان ومبسوط جدا في المكان ومبسوط براحه المكان ده، وبيعزموا 2 من السكان على حفله رجوع المدينه زي ما كانت، وبيحضر يوجي للحفله كضيف شرف، وده بسبب مساعدته الكبيره اللي قدمها للمدينه لما كانت في خطر الجليد. بتقول مساعده الشيف ليوجي في الوقت ده انها قدرت هي والشيف انهم يجمعوا الاعشاب اللي محتاجينها علشان الشيف يقدر يصنع افضل طبق صنعه في حياته، وده طبعا اللي هيخلي يوجي في سعاده كبيره جدا. الشيف فعلا بيقدر يحضر افضل اكله هو بيعملها، وبيقول ليوجي اخيرا هتقدر تدوق الاكله بتاعتي اللي هي افضل اكله. ويوجي فعلا بيدوق اول معلقه من الطبق اللذيذ ده
وبيحس انه انتقل لمكان وعالم مختلف تماما، حس بشعور اول مرة يحس بيه في حياته. بيقول لي شيف دي فعلا وحقيقة افضل اكلة وافضل طعم انا دقته في حياتي. ومن الحلاوة يوجي بيغمى عليه وبيكون مبتسم وسعيد وبيستغرب كل اللي موجودين في المكان. حرفيا شكل يوجي كان في قمة اللذة. بعدها يوجي بينام ويصحى وبيبدأ يفكر في الوثائق اللي هو سرقها من جماعة القمر الازرق، وبيقول انا لازم اعرف محتويات الكتب بتاعتهم والوثائق بتاعتهم، ممكن يكتشف فيها خطر اكبر من الخطر بتاع العصابة بتاعتهم. فبيطلب من السلايم اللي معاه انهم يطلعوا كل الكتب والوثائق اللي جمعوها، وبيتصدم انه اول ما بيفتح الوثائق دي بيلاقي الحبر بيختفي بمجرد انه يحط عينيه في الوثيقة. فهم يوجي هنا ان الوثائق دي معمول عليها سحر بتمنع ان اي حد غريب يطلع عليها، ولكن بيتصدم لما بيلاقي ان في وثيقة واحدة بس منهم حبرها مش بيختفي لما بيبص عليها، والوثيقة دي بيكون موجود فيها اسم الشخصيات اللي مطلوب انه يتم قتلها عن طريق العصابة دي. وفي الناحية التانية بنشوف 2 من افراد العصابة دي بيكونوا على قيد الحياة وبيكونوا موجودين في حصن وبيكونوا قتلوا كمية ناس رهيبة فيه، والاتنين دولت بيبان عليهم انهم خطيرين جدا. وبنرجع تاني للوثيقة اللي مكتوب فيها الناس اللي لازم يتم قتلهم، وبننصدم ويوجي نفسه بينصدم لانه بيلاقي اسمه في نهاية الوثيقة. وفي الوقت ده كان بيراقب يوجي 2 من عصابة القمر الازرق، وكانوا بيتكلموا مع بعض اذا كانوا هيروحوا علشان يقتلوه ولا لا. وبنعرف طبعا انه هو من الافراد اللي لازم يتم قتلهم في العصابة دي، يعني العصابة اكبر مما نتوقع. والاتنين اللي من افراد العصابة كانوا بيحللوا اذا كانوا يستاهلوا انهم يقتلوا يوجي ولا لا على حسب درجة تهديده للعصابة دي. ما يعرفوش طبعا ان هو اكبر تهديد. يوجي هنا بيكون ساب مدينة ريكاردو وطلع منها، وبيكون معاه السلايم والذئب بيكون زعلان جدا لانه ساب المدينة دي بسبب اكلها الجميل. وفي الوقت ده يوجي بيرجع بفلاش باك في ذكرياته، بيكون في الوقت ده بيسلم اوراقه لسكرتيرة النقابة بتاعة نقابة المغامرين، بيقول لها برضو انه هيمشي، وزي كل مرة بيسألها عن مكان مناسب يتجه ليه في المرة الجاية. بتقول له السكرتيرة انت ممكن تروح على مدينة تدعى بمدينة بوجينيا، واللي هي مشهورة جدا بصناعة دروع سحرية مضادة للوحوش، وده بيكون انسب مكان لمروضين الوحوش اللي زيك. وبتقول له دي فيها كمان ورشة الحداد جايجل اللي بيكون افضل حداد بيصنع الدروع دي، بتقول له هيفيدك جدا وهيديك دروع هتقدر تحمي نفسك بيها انت والسلايم اللي معاك. وبتدي له السكرتيرة عنوان المدينة دي وبتوصف له مكان الحداد ده بالظبط في المدينة. وبنرجع هنا ليوجي اللي بيكون رايح ومتجه على المدينة دي، وبيكون مكلم السلايم بتاعه والذئب وبيقول لهم اتمنى زيكم ان الاكل يطلع حلو في المدينة دي. واخيرا في الوقت ده الاتنين اللي من عصابة بيكونوا بيلاقوا يوجي خلاص وقرروا انهم هيقتلوه، فبيحذر على طول السلايم بتاعه يوجي وبيقول له في 2 بيراقبوك. بيقول له يوجي انا عارف ان في 2 بيراقبوني فعلا، وبيقرر يستناهم تحت شجرة. فالاتنين دولت بيكونوا مستخبيين وبيقولوا لبعض يلا بينا نستغل الفرصة دي ونهجم عليه ونقتله بما انه مرتاح دلوقتي تحت الشجرة دي ونايم، فنخلص عليه دلوقتي. البنت المختلة اللي معاه بتقول له نقابات الفرسان اللي حوالينا بدأت تلاحظ كمية الاعداد اللي احنا عمالين نقتلها من الفرسان والمغامرين، فمش عايزينهم ياخدوا بالهم مننا، فما ينفعش نقتل اي حد وخلاص، لازم نحدد الاشخاص اللي احنا هنحتاجهم او اللي احنا هنشوفهم كمصدر تهديد لينا. فبيقرروا انهم يفضلوا يراقبوا يوجي طول اليوم ده علشان يتأكدوا هل هو مجرد مراود وحوش عادي ام انه اقوى مما يبدو عليه. وفي خلال الوقت ده كان السلايم عمال ينقل ليوجي الكلام اللي داير ما بينهم. بيقول يوجي هنا كويس ان احنا سيبنا مدينة ريكاردو لان دولت باين عليهم تبع العصابة اللي هي بتاعة القمر الازرق. بيكشف يوجي عن معلوماتهم هنا القتالية وبيعرف انهم محترفين في استخدام السيوف زي النينجا. بيقول له السلايم احنا ممكن دلوقتي نقتلهم ونتخلص منهم، وبيكونوا فعلا فريسة سهلة جدا ليوجي. بيقول له يوجي لا ما تتسرعش لاننا لو قتلناهم هنكون احنا افضل واكبر هدف للعصابة دي، لكن هو في الوقت الحالي مجرد مرشح عادي، مرشح انه يتم اغتياله او لا، فمش لازم يجذب الانظار ليه. فبيحاول يوجي انه يستخدم طريقة يحسس فيها الاتنين دولت انه مش مصدر تهديد علشان يطلع اسمه من قائمة المختالين، وبعد كده يقدر يخطط مع نفسه ازاي يقدر يقضي على العصابة دي كلها. وبيوصل يوجي فعلا لوجهته مدينة بوجينيا وبيروح على طول عند ورشة الحداد المحترف، ولما بيشوفوه هناك بيدركوا بيقولوا انه غالبا مش مجرد مروض وحوش عادي، ده غالبا قوي ومحترف بما ان ده المكان الاول اللي يروحوا في المدينة دي. بس بيلاحظوا ان يوجي ما بيكونش معاه اي فلوس وما بيقدرش يشتري اي درع من الدروع دي، وده طبعا تمثيلية من يوجي علشان يطلع نفسه من قائمة الاغتيال. فبيطردوا عامل الورشة، وكمان بيشوفوه هو عمال يمثل الضعف قدام الناس لما بيخبط في عامل وبيقع على الارض، فالعامل بيمسكه ويرفعه ويقع يوجي، وبيلاحظوا انه شخصيته ضعيفة جدا وكأنه حرفيا ما عندوش ذرة قوة. وبعدها بيشوفوا كمان وهو رايح يشتري اكل لنفسه للسلايم بس ما بيكونش معاه اي فلوس كفاية علشان يقدر يشتري، وبيتم طرده برضه. بيستغرب وبيتصدم هنا الاتنين اللي من العصابة اللي بتحاول تقتله، وبيقولوا ازاي مروض وحوش ومعهوش فلوس ولا معاه اي حاجة وضعيف وهزيل جدا، وكمان الحاجات بتاعته كلها بتتسرق منه. فبيقعدوا مع بعض كده وبيقولوا معقولة دي اقصى حاجة بيقدر
مروض وحوش عادي انه يعملها، ازاي مش قادر يتحكم في الوحوش اللي معاه، وازاي مش قادر يحافظ على نفسه وضعيف بالشكل ده. بيتصنت طبعا هنا السلايم بتاع يوجي عليهم، وبيفهم يوجي منهم برضه انهم لسه مش مقتنعين انه مجرد يعني شخص عادي، ولسه معتبرينه خطر على العصابه بتاعتهم. فبيروح يوجي لنقابه مدينه بوجينيا علشان يقدم على مهمه لقتل التيران. فبيقول الاثنين دولت لبعض ان المهمه دي هتكون سهله مش صعبه، بس على الاقل هتوريهم اذا كان يوجي يستحق انهم يقتلوه ولا لا، وهيقدروا ياخدوا قرار نهائي بعد ما يشوف يوجي وهو في معركه فعليه. فبيروح يوجي علشان يقاتل التيران دي، وبتستخبى العصابه وهم بيراقبوه. فبيقول للسلايم والذئب انهم يخليهم بره الموضوع ده علشان مش عايزين يبينوا قوتهم الحقيقيه قدامهم علشان يخدعوهم. وبيقول لهم عايزين نوصل لهم ان احنا قوتنا تعتبر عاديه او ضعيفه، واننا ما نعتبرش مصدر تهديد ابدا بالنسبه لهم. وبيقول للذئب يقاتل هو التيران دي، ودي فعلا المفروض بتكون طريقه قتال مراود الوحوش، بيستخدم الوحوش اللي بيراودها مكانه. واول ما الذئب بيتقدم عند التيران دي بيترعب الذئب ويخاف منهم جدا، بس الذئب بيتصدم هنا من نفسه لانه قدر فعلا يهزم تور من التيران دي بدون ما يتحرك ابدا. بيفتكر يوجي هنا المره اللي قابل فيها الذئب ده لاول مره، وازاي الذئب ده كان عايز يهجم عليه هو والسلايم، بس يوجي قدر يكتفه بتعويذه سحريه، وكمان فعل تعويذه تانية تخليه يقدر يتخاطر مع الحيوان ده ويتكلم معاه ويتواصل بسهوله. وبنلاقي ان الذئب بدا يعيط ويعتذر من يوجي ويقول له ما تقتلنيش. فيوجي هنا اول ما بيتكلم معاه بيطلب منه انه ينضم للفريق بتاعه مع السلايم، وفعلا الذئب ده بيوافق. يوجي هنا بيكون مصدوم من قوه الذئب بتاعه لانه اول مره يشوف قوته القتاليه فعلا، والذئب كمان قدر ان هو يهزم كل الوحوش اللي كانت موجوده هنا بمفرده. والعصابه طبعا اللي كانت بتراقب رين اتصدمت من رين جدا والذئب اللي معاه، بداوا يقولوا ده هو مروض وحوش محترف. فطبعا يوجي بيتضايق جدا لانه ما كانش عايز الموضوع ده يحصل ابدا، كان عايز يبين انه ضعيف. فعلى طول استعمل تعويذه سحريه عشان يخلي التيران دي اقوى من المره اللي فاتت، وعلشان برضه تقدر تهزم الذئب بتاعه علشان يبان انه ضعيف جدا. والتيران دي بتهاجم الذئب فعلا بكل قوتهم، بس المفاجاه ان الذئب بيقدر يهزمهم مره تاني، وبكده الخطه بتاعتهم عماله تفشل. بس يوجي بيكمل وبيدي للتيران دي قوه، وبيستعمل تعويذه عشان ترجع لهم قوتهم كلها. والذئب بتاعه بيكون تعبان جدا في الوقت ده لان قوته خلصت، بس ساعتها بينجح يوجي في انه يقنع فعلا الاتنين دولت ان الذئب بتاعه مجرد ذئب ضعيف، لانه كل ما يهزمهم التيران دي بتقوم. فبيفهموا ان الذئب ده مجرد ذئب عادي، ويوجي مجرد مروض وحوش عادي. بس بيتصدم ان الذئب بتاعه بيبقى عايز يقاتل الوحوش دي بقوته تاني وبترجع ليه القوه بتاعته. فساعتها بيستعمل تعويذه ترفع قوه التيران دي لمستوى كبير جدا، بس يوجي بيكون هنا رفع قوه التيران جدا، والذئب اللي معاه بيخاف ويطلع يجري. فبيستعمل نفس التعويذه على الذئب علشان يخليه اقوى علشان يقدر ينقذ الذئب بتاعه. بس الذئب هنا بيقول ليوجي ما تستخدمش عليها القوه دي، انا عايز استخدم قوتي العاديه وانا بقاتلهم. وبيقول له رجعني زي ما كنت. والذئب بعدها بيهجم على الوحوش دي بكل قوته، وبيبقى عايز يهزمهم فعلا، بس بيهزمهم بصعوبه كبيره جدا. والعصابه هنا بتقول ان الذئب ده ضعيف ويعتبر ذئب عادي بالنسبه ليوجي، لانه هزم التيران دي بعد وقت طويل جدا. ويوجي بيفرح لان الخطه بتاعته مشت زي ما خطط بالظبط. بس في الوقت ده بتحصل كارثه، وهو ان في تور قام من ورا يوجي وطلع يجري عليه علشان يهاجمه. ويوجي لا اراديا بيفعل تعويذه ويطلع سيف سحري ويهجم عليه ويقتله بضربه واحده في لحظه لا اراديه تماما. وبتتصدم هنا العصابه من اللي شافوه من يوجي، وبيقولوا ازاي مروض وحوش قدر يستدعي سيف سحري بالسرعه دي. وبيقولوا شكل يوجي مش مجرد مروض وحوش عادي. وهنا يوجي بيخاف وبيتصدم جدا لخطته تفشل، بس بيحاول يمثل عليهم انه استدعى السيف ده بشكل غير مقصود علشان يحسسهم ان هو مبتدئ. وفعلا تمثيليه يوجي بتمشي عليهم، وبيقولوا ده هو اصلا مش عارف بيعمل ايه بالظبط، وبيقتنعوا فعلا انه مجرد مبتدئ. وفي النهايه بياخدوا قرار انهم هيسيبوا يوجي ويمشوا علشان هو ما بيشكلش تهديد على عصابه القمر الازرق، وبيمشوا فعلا. وبيفرح يوجي جدا في الوقت ده لانه تخلص منهم. بس السلايم بعديها في الليل بيوصل ليوجي ان الاتنين دولت بيتكلموا على خطه اغتيال جديده، وبيبدا يوجي هنا يراقبهم. وبيشوفهم يوجي هنا وهم بيتكلموا مع زعيم عصابه القمر الازرق عن طريق البلوره السحريه بتاعتهم. فريق العصابه بيقول للزعيم بتاعهم ان يوجي مجرد مغامر عادي وضعيف جدا، وانهم راقبوه بس ما لقوش منه اي حاجه. فقال لهم الزعيم مفيش مشكله، بس احنا عندنا مشكله كبيره لان القريه بتاعتنا اتدمرت. بيقول لهم الزعيم ان لهب التطهير اتفعل في القريه بتاعتهم، وان في حد هو اللي كان بيخطط للموضوع ده، وفي حد عامل مؤامره عليهم وبيدمر الخطه بتاعتهم. بيسالوه طيب احنا المفروض نقتل الشخص ده حاليا، بس هو مين؟ بيقول لهم ان احنا مش عارفين الشخص ده حتى الان، بس الشخص ده هو فارس من الدرجه الاولى، يعني قوته لا يستهان فيها ابدا. بعد كده بيودعهم الزعيم وبيقول لهم ركزوا على المهمه بتاعتكم في الوقت الحالي. بس في اثناء الوقت ده يوجي لما كان بيراقبهم، وبيعرف يوجي هنا من كلامهم ان الشخص اللي هيقتلوه في المره الجايه هيكون العجوز ستايل، اللي هو العجوز اللي قبله وعطاله الخنجر في بدايه القصه، واللي خلاه يقدر يقتل بيه التنين الازرق. وفورا في الوقت ده يوجي بيجمدهم كلهم عن طريق تعويذه الجليد بتاعته اللي نقلها للسلايم، وبينهيهم في لحظه.
وبيسأل يوجي نفسه هنا ليه العصابة دي عايزة تقتل العجوز ستايل، بس بيقول مش مهم دلوقتي، اهم حاجة اني ازحت الخطر ده عنه وقتلت الجنود دي قبل ما يقتلوه. وبعدها بيرجع يوجي تاني للورشة اللي كان هو رايحها اصلا من البداية، اللي هي ورشة جايجل اللي هي الحداد اللي بيصنع دروع قوية. والحداد بيقول له مش انت اللي ما كانش معاك فلوس امبارح؟ فقال له يوجي لا انا دلوقتي معايا فلوس. وبيطلب منه يوجي هنا ان هو يصنع له دروع للوحوش بتاعته. فاول ما بيعرف كده الحداد بيقول له بس انا ما اقدرش اصنع اي حاجة للوحوش والسلايم دي، امشي من هنا لان الدروع بتاعتي مش هتنفع للسلايم بتاعك. وفجأة بيظهر هنا الحداد الحقيقي وبيزعق للعامل ويقول له مش انت اللي ترفض الزبون بمزاجك، انا اللي احدد الدروع دي هتنفع ولا لا. بيسأل جايجل يوجي ويقول له انت اللي مروض السلايم دول؟ فبيقول له يوجي ايوه. فجايجل بيزعق للعامل ويقول له دول اقوى زباين جم للمكان ده لحد دلوقتي وانت بترفض الزباين دي. فبيعرف يوجي هنا ان جايجل قادر يقدر قوته من اول نظرة، بس الحداد هنا بيرد عليه ويقول له للاسف انا حاليا ما عنديش دروع تنفع للسلايم ووحوش قوية زي اللي معاك دي، بس هحاول اصنع لك دروع قريبا جدا. بس جايجل بيقول له بس انا عندي مشكلة واحدة. فجايجل بيبص على البركان اللي موجود في مدينة بوجينيا واللي هو بيكون جواه حمم كبيرة جدا وتنانين، وبيقول له جايجل انا هحتاج بلورات من المكان ده ومن التنانين اللي بتعيش في البركان ده علشان اقدر اصنع لك دروع للسلايم بتاعك والوحوش اللي معاك، وده لان الوحوش اللي معاك تعتبر من اقوى الوحوش فلازم اصنع لهم دروع قوية، فعلشان كده مهمة الحصول على المواد بتاعتها هتكون صعبة. بس جايجل هنا بيحذر يوجي وبيقول له ان قتال التنانين من النوع الازرق صعبة جدا ومفيش حد في المدينة دي قدر يواجه تنين منهم ابدا، وبيقول له انا مستعد اصنع لك الدروع اللي انت محتاجها بس بمجرد انك تجيب لي المجوهرات دي من التنانين دي. وبعدها بيروح يوجي على النقابة على طول عشان يقدم على مهمة قتل كل التنانين اللي بتكون موجودة، فاخد كل المهمات اللي في النقابة حرفيا علشان يجمع المجوهرات دي. وبتنصدم السكرتيرة من كلام يوجي ومن طلبه وبتقول له ازاي هتقدر تقضي على كل دولت لوحدك وانت مجرد مروض وحوش. بس يوجي بيقول لها انا هستخدم السحر ضدهم وهقدر اهزمهم بسهولة. بس السكرتيرة بتقول له ما ينفعش تستخدم ضدهم السحر لان المجوهرات اللي في اجسامهم بتبقى ضد السحر اصلا، وكمان الهجمات العادية ضدهم ما بتأثرش فيهم لان جسمهم بيكون سميك جدا وصلب، بس نقطة ضعفهم بتكون المية وده شيء صعب جدا انك تاخده من الارض عندنا لحد البركان ده. فبيقول لها يوجي ايه المشكلة في ان استخدم سحر المية واهجم بيه عليهم؟ فبتقول له السكرتيرة ان كمية المية اللي هتحتاج تستخدمها ضدهم هتكون كبيرة جدا وهتستهلك المانا بتاعتك كلها وسحرك هينفذ قبل ما تقتلهم، وبتقول له ان مفيش حد يقدر يستخدم كمية السحر دي. فبيقول لها يوجي ما تقلقيش انا اقدر اعمل كده وعندي قوة كفاية. بس هنا بتحاول تعجزه وتقول له بس في مشكلة تانية، لانك علشان تروح للبركان لازم تعدي النهر، والنهر ده بيكون فيه سمكة متوحشة اكلة للبشر، والسمكة دي بتكون بتعوم على سطح المية ولو قفشتك اعتبر نفسك اصبحت وليمة العشاء بالنسبة للسمكة دي. فبيقول لها يوجي انا هاخد المهمة دي كمان مع مهمة التنانين. واول ما بيوصل يوجي هنا للنهر بيلاقي السلايم بتاعه الازرق قاعد يتكلم مع سلايم تاني لونه ازرق وبيستغرب جدا من اللي بيحصل. فبيحاول يعرف يوجي ايه السلايم الجديد ده اللي اول مرة يقابله، وبيعرف انه وحوش عادية تم ترويضها زي السلايم بالظبط. بيقول السلايم الاحمر ده ليوجي ان البركان اللي هو رايح عليه يعتبر بركان خامل وبيقرروا يساعدوه في المهمة بتاعته. واخيرا بيوصل يوجي مع السلايم بتاعه والوحوش بتاعته عند النهر ده، وبس المشكلة انه ما بيلاقيش السمكة اللي هي المفروض اكلة للحوم البشر. بيسأل يوجي هنا السلايم بتاعه لو يقدر يعوم علشان يشوف السمكة دي موجودة فين، بس السلايم بيقول له لا ما بعرفش اعوم. فبيستخدم يوجي تعويذة علشان يخلي السلايم بتاعه يتحول على شكل شبكة وتكون موجودة فوق المية بدون ما تغرق وتكتشف مكان السمكة فين. وهناك بيشوفوا حفرة عميقة جدا تحت سطح المية، فبيروح احد السلايم علشان يكتشف الحفرة دي، بس اول ما بينزلوا فيها بيطلعوا يجروا على طول ويهربوا منها، وبيحذروا يوجي وبيقولوا له طلعنا بسرعة لان السمكة بتكون ظهرت وبتجري وراهم. بس يوجي على طول بيستخدم شبكة السلايم اللي هو صنعها علشان يطلع السمكة بره المية، لكنها بتكون ضخمة جدا وبتقدر تفك الشبكة وتحرر نفسها. فبيستخدم يوجي عليها تعويذة التجميد وبيفتكروا كلهم وبيفرحوا انهم خلاص قتلوا السمكة، بس السمكة بتقدر تكسر الجليد وتهاجمهم تاني. وساعتها يوجي بيستخدم تعويذة النار وبيحولها لسمكة مشوية حرفيا. وبيعدي يوجي النهر هو والسلايم والذئب بتاعه وبيشوفوا التنانين حوالين البركان الخامل ده. بيخاف السلايم بتاع يوجي من مواجهة التنانين وبيترعبوا منهم علشان امهم وهم صغيرين كانت بتحكي لهم قد ايه قوة التنانين دي بتكون مخيفة. فبيستغرب يوجي جدا لانه اول مرة يعرف ان السلايم اللي معاه ده اصلا هو ليه وهنا السلايم بيرفض انه يقاتل التنانين دي مع يوجي، فبيقرر يوجي انه هو اللي هيقاتلهم لوحده. اول ما بيشوف يوجي تنين قدامه بيستخدم عليه تعويذة المية وبيكتشف فعلا ان كلام السكرتيرة صح. بيموت على طول التنين قدامه وبتظهر منه بلورة حمراء، ودي البلورة اللي بيكون كلموا عليها جايجل انه محتاجها. اول ما بيشوف السلايم بتاع يوجي ان التنين مات قدامهم بترجع ثقتهم بنفسهم وبيوجي علشان يقدروا يقاتلوا مع التنانين دي، وبالفعل بيساعدوه وبيقدر يوجي انه ينقل لهم تعويذة المية وبيقدروا يتغلبوا على كل التنانين اللي في البركان ده. بس فجأة بيظهر قدامهم التنين الازرق وبيكون واضح عليه انه اقوى من كل التنانين الحمراء اللي قدروا يقتلوها في
الثواني دي. فبيطلب يوجي الكميه كبيره من السلايم اللي معاه انه يتحوط التنين ده من الجبل اللي هو فيه، وفعلا بيطلع عليه وبينقل لهم تعويذه الميه وبيبداوا يهجموا عليه. بس كل الميه دي ما بتاثرش فيه وبتكون مش كافيه انها تقتل التنين ده. فبيستعمل يوجي تعويذه التلج علشان يجمد التنين، بس برضه بيقدر التنين انه يكسر التلج بتاعه ويحرر نفسه. فبيأمر يوجي كل السلايم اللي معاه انهم يجتمعوا في مكان واحد، وبينقل لهم تعويذه التجميد اللي هي بتكون اقوى نوع من التعويذه دي علشان يقدر يدمر التنين ده، وبتتشكل بلوره ضخمه جدا حوالين التنين علشان تجمده. بس مع ذلك بيقدر التنين ده انه يدوب الجليد اللي هو بناه عليه، واللي هو بيكون اقوى تعويذه عنده علشان هو كان جسمه حران جدا. بس اول ما بيحرر نفسه بتخور قواه على طول لانه بيكون بذل مجهود كبير، وبيسقط التنين على الارض وبيموت، وبتخرج منه بلوره، وبيمسكها يوجي وبيقول ان البلوره دي اكيد هتديهم قوه كبيره جدا. فبيقرر يوجي هنا ان هو يقتل كل التنانين اللي بتكون موجوده في البركان ده حرفيا، وبيضيع اليوم كله وهو عمال ينقل للسلايم بتاعه تعويذ الميه وبيقتل في التنانين علشان يجمع البلورات علشان يقدر يصنع دروع قويه. وفي اخر اليوم بيروح للنقابه وبيقدم للسكرتيره كل المهمات اللي انجزها، وبتكون السكرتيره مصدومه لانه قدر لوحده مجرد مروض وحوش عادي ان هو يأدي كل المهمات دي في يوم واحد. بتكون مصدومه طبعا انه قتل 202 تنين وقتل كمان سمكه البيرانا الوحشيه، وبتشكره على مجهوده. بيصحح هنا يوجي للسكرتيره دي معلومه وبيقول لها ان سمكه البيرانا اللي انا قتلتها كانت عايشه تحت سطح الميه مش عايشه فوق السطح، والمعلومه اللي انت قلتيها كانت غلط. فبتشكره وبتقول له خلاص انا هعدل المعلومه دي وهبعت لكل القرى اللي حواليا انها تعدل المعلومه دي. بعدها بيروح يوجي لورشه جايجل الحداد وبيساله لو لسه فاتح ولا لا، وبيتصدم جايجل والمساعد بتاعه لما يشوف يوجي ان هو رجع في نفس اليوم بالليل، وبيكون قدر فعلا ان هو يجمع كميه مجوهرات كبيره جدا. بس جايجل بيكون مصدوم جدا لما يشوف البلوره الزرقاء اللي بتكون مع يوجي، وبيستغرب وبيقول ازاي قدرت فعلا تقتل تنين ازرق لوحدك. بيقول جايجل ليوجي انك اقوى مما كنت اتصور، وبالفعل بسبب الجوهره دي هقدر اصنع افضل درع واقوى درع للذئب بتاعك. بس بيصدمه يوجي اكتر هنا لما بيطلع له جوهره تانية لتنين ازرق تاني، وبيقول له اصنع بالجوهره دي بقى دروع للسلايم بتاعي. جايجل طبعا اول ما بيشوف الجوهره التانية بيحس نفسه ان هو واقف قدام اسطوره. بعدها يوجي بيصدمه اكتر وبيطلب من السلايم اللي معاه انه يطلع مئات من البلورات الحمراء، ودي بتكون الصدمه المليون لجايجل بسبب يوجي. وبيمسك جايجل البلورات الحمراء وبيبدا يركز فيها، وبيقول له مش معقول مستحيل البلورات دي بتكون نقيه جدا، ونقيه فعلا. وبيقول له بسبب البلورات دي انا هقدر اصنع اقوى وحوش انا ممكن اصنعها في التاريخ. بيقول يوجي لجايجل انا معتمد عليك، وبيقول هنا جايجل للمساعد بتاعه افتح يا ابن الفرن علشان نبدا في صنع الدروع دي، وبيكون متحمس جدا. يوجي برضه بيكون متحمس جدا لانه نفسه يشوف الحداد ده هيصنع ايه بالمجوهرات دي. وتاني يوم بيصحى بيلاقي الحداد صنع له دروع للسلايم بتاعه للذئب، وبتكون دروع قويه جدا جدا، ويوجي بيتفاجئ منها. فبيبدا السلايم والذئب يجربوا الدروع دي. بيطلع يجري الذئب وبيلاحظ يوجي وكل الموجودين معاه ان سرعه الذئب تضاعفت يعني 100 مره زياده عن السرعه العاديه، وحتى السلايم برضه بتكون حركته ازدادت وبقت مرنه اكتر وسريعه اكتر. فبيفرح يوجي جدا وبيقول لجايجل طيب الدروع دي هتقدر تستحمل السحر ولا لا ولا هتتدمر؟ فبيقول له جايجل لو عايز تختبر قوتها ومدى قدره تحملها ابدا في ده. فبيتحكم يوجي هنا في قوه الذئب السحريه وبيزيد سرعته اضعاف مضاعفه علشان يشوف الدروع دي هتتحمل ولا لا. وفعلا بعد ما بيحصل ده بيلاقي يوجي ان الدرع ده استحمل القوه السحريه المرعبه بتاعته. جايجل هنا بيقول ليوجي ما تتسرعش في الاختبار، لسه في حاجه لازم تعملها علشان تتاكد من قوه الدروع دي. بيعرف يوجي هنا ان جايجل مش مجرد حداد عادي، وبيعرف انه محترف وخبير جدا، وبيفهم ان قصد جايجل على نقل التعويذات للوحوش بتاعته. فبينقل يوجي هنا للسلايم بتاعه تعويذه الجليد، وبيتصدموا كلهم لما يشوفوا كميه الجليد اللي ظهرت من السلايم ده. وبيعرف يوجي في الوقت ده ان الجليد ده بيضاعف قوه السلايم 10 مرات اكتر. طبعا جايجل لما بيشوف قوه يوجي والوحوش اللي معاه بيكون مصدوم جدا، ويوجي بيقول له احتفظ بالكلام اللي انت شفته ده معايا كسر وما تقولش لحد على قوتنا. بس هنا بتكون في مشكله بعدها، لان جايجل بيلاحظ ان الدروع دي ما هتكونش قويه كفايه بالنسبه للوحوش اللي مع يوجي، لان القوه السحريه بتاعته قويه جدا وممكن تدمرها في اي وقت. جايجل بيقول ليوجي دي اقصى حاجه انا اقدر اصنعها بالمواد اللي انت بعتها لي او جبتها لي. فبيقول ليوجي يعني انت قصدك انك تقدر تصنع حاجه اقوى من كده؟ فبيقول له جايجل ايوه، بس علشان اقدر اصنع حاجه اقوى من كده هنحتاج بلوره تنين النار. بس المشكله ان مفيش نقطه ضعف للتنين ده، لان التنين ده بيكون عايش في الحمم البركانيه حرفيا، ما بيظهرش غير كل مده، وحتى لو ظهر مفيش حد بيقدر يجرؤ ان هو يروح ويواجه التنين ده لانه عارف هيكون مصيره ايه. فبيسال يوجي هنا نفسه بيفكر وبيقول يا ترى لو طلعنا التنين ده من البركان هل حاله البركان هتتغير من الخمول للنشاط؟ يعني هتحصل مشكله كبيره جدا. وبتوصل رساله
رساله مهمه ليوجي جدا لما السلايم بتاعه بيقول له ان التنانين اللي قتلوها في البركان ده صحيت كلها تاني، وكمان ظهرت قوتها وبقت اقوى من الاول بمراحل. فبيحس يوجي بخطر وبيطلب من السلايم والذئب بتاعه انهم يروحوا على البركان بسرعه، لا يكون في حد فعلا هو اللي عمل كده، لان الموضوع ده مش طبيعي. فبيقولوا ليوجي ان في شخصين رايحين للبركان دلوقتي. فبيفتح يوجي الشباك بتاعه علشان يشوف البركان، وبيلاقي الكارثه، لان الوحش وتنين البركان بدا يظهر فعلا من البركان، والبركان بيبقى بركان نشط وبيبدا ينشر كل الحمم بتاعته في كل حته. بيتصدم يوجي والذئب والسلايم بتاعته من ضخامه تنين النار اللي ظهر في الوقت ده. يوجي بيفهم ان لحد دلوقتي التنين ده ما هاجمش ومفيش قلق منه، بس لو حصل اي حاجه بيطلب من السلايم والذئب انهم يبلغوه بسرعه. بيسال يوجي السلايم وبيقول له مين الاثنين اللي رايحين ناحيه البركان ده. بيقولوا له الاثنين دولت باين عليهم انهم عاديين جدا، بس معاهم براميل ضخمه وباين انهم رايحين لتنين النار. هنا يوجي بيطلب من السلايم بتاعه انه يراقبهم علشان يسمع هما بيقولوا ايه. واحد منهم بيقول للتاني طيب افرض المهمه بتاعتنا دي لو فشلت دلوقتي. فالتاني بيرد عليه وبيقول له ان الناس في اورداريون طمنوني ان المهمه دي هتنجح بدون اي مشاكل. ما بيفهمش يوجي هنا اي حاجه من كلامهم، وبيقول فين اورداريون دي ومين الناس اللي كلموهم وطمنوهم ان المهمه هتنجح. يوجي هنا بيكون عايز يعرف هي البراميل بتاعتهم دي جواها ايه، فبينقل تعويذه الشبكه السحريه للسلايم بتاعه، بس في الاخر بيقدروا يتفادوا الشبكه دي وبيمسكوها وبيقولوا هل ده فخ حد حطه لينا هنا ولا ايه. فبيقولوا لبعض ده اكيد مجرد فخ عادي. ويوجي هنا بيقرر انه يهاجمهم فعلا في الوقت ده عن طريق السلايم بتاعه، بس ساعتها بيقدروا يتجنبوا ضربته بسرعه كبيره جدا، وبيضربوا السلايم وبيثبتوه وبيبان السلايم قدامهم. بس يوجي هنا بيطلع اذكى منهم وبيقدر فعليا انه يأيدهم بالشبكه السحريه بتاعته. وساعتها السلايم بتاع يوجي بيتجمعوا حوالين الاثنين دولت، وبيقولوا لبعض ده المروض اللي قائمه الاغتيال مسحوا اسمه منها، وفعلا بيحسوا نهايتهم قربت وانهم هيموتوا، فبيقرروا انهم يضحوا بنفسهم ويموتوا فعلا. ودي بتكون الطريقه اللي بينتحر بيها كل عصابه القمر الازرق. بيعرف يوجي هنا انهم تبع العصابه، وبيقول للسلايم بتاعته انهم يشوفوا ايه اللي جوه البراميل دي، بس ما بيعرفش السلايم ايه اللي جوه البراميل دي، بس بيحس بشعور غريب ومش مريح ابدا منها. فبيسالهم يوجي هل الشعور ده نفس شعور الاحجار السحريه المريبه، بس ما بيقدروش يتكلموا ويقولوا هو ايه الشعور ده اصلا. وهنا يوجي بيستدعي المساعده بتاعته ديريارد من الغابه علشان تقول لهم ايه اللي موجود جوه البراميل دي. فلما بتشوفها ديريارد بتعرف ان هي ميه ملعونه، وبتقول لهم بس فايدتها الوحيده انها هتخلي تنين النار يغضب ويصور بشكل مرعب ويدمر كل حاجه حواليه، يعني هتزيد غضبه وتنشطه. وده اللي كان متوقعه يوجي، ان هم هيستخدموا البراميل دي مع تنين النار علشان حاجه معينه، وهي طبعا انها تخلي التنين يصور ويسبب دمار كارثي. وبيقول يوجي انه لازم يستخدم التعويذه بتاعته على الميه دي حالا علشان ما تسببش كارثه مع التنين ده. فبيبعدوا كلهم علشان يوجي هينقل تعويذه تبديد اللعنه على الميه دي، وبيقدر يوجي انه يرجعها الميه عاديه بعد التعويذه بتاعته. وهنا ديريارد بتمشي وبتقول له انا هرجع تاني للغابه، ويوجي بيشكرها على مساعدتها ليه. بيطلب يوجي من السلايم بتاعته انهم يراقبوا المكان، فبيبداوا يراقبوه، بيلاقوا كميه كبيره من التنانين الحمر بيكونوا متجمعين، وبيحسوا ان في حاجه مش طبيعيه. وفي الوقت ده مدير الفندق بتاع يوجي بيخبط عليه وبيقول له ان لازم يطلع ويمشي بره المدينه دي دلوقتي، لان السما هتمطر في الوقت ده. وفي الوقت ده بنلاقي كل سكان مدينه بوجينيا بيطلعوا علشان يمشوا ويهربوا من المدينه، لان السما بتمطر والعواصف بدات تزيد. وده كله طبعا بيعصب تنين النار، وبيقولوا السكان لبعضهم ان التنين هيتعصب وهيحرق المدينه كلها وهيدمرها. بيقف يوجي قدام التنين وبيفتكر كلام المدير وهو بيقول له ان ما حصلش ابدا ان تنين النار ظهر في الوقت ده، ودي مصادفه ملعونه حرفيا، اللي هو وقت بتكون فيه عواصف شديده جدا وامطار، واللي هو بتكون مصادفه كارثيه جدا. وبنعرف ان المطر بيعصب التنين وبيخليه يدمر كل حاجه حواليه، والمفروض ان الصدفه دي ما حصلتش غير من 50 سنه على حسب كلام المدير. ومن 50 سنه لما حصل الكلام ده فعليا التنين اباد مدينه بوجينيا كلها ودمرها كلها بالنار. فجأة السلايم والذئب بيقولوا ليوجي ان التنين بدأ يتحرك من مكانه وهو دلوقتي في طريقه للمدينة. بيشوف يوجي التنين وبيقول في نفسه ان التنين لازم يعدي على نهرين بيفصلوا ما بين المدينة والبركان. بيقول يوجي للسلايم بتاعه انه يروح علشان يراقب التنين ده ويشوف هيقدر يعدي من النهر الاول ولا لا. بيتحرك التنين في الوقت ده ناحية النهر، وبيلاحظوا ان المطر الشديد ده بيكون قتل التنانين الصغيرة اللي بتكون موجودة في المكان بما ان نقطة ضعفهم المية، بس المطر ما بيأثرش على تنين النار ابدا. بيوصل التنين عند النهر وبيكونوا مصدومين من ضخامة حجمه، وبيحط رجليه في الميه، وبسبب بخار الميه ما بيقدرش السلايم والذئب انهم يشوفوا اي حاجه في المكان ده. وبيقدر التنين هنا انه يعدي من اول نهر وبيتجه على طول نحو النهر الثاني. فبيقول يوجي للذئب والسلايم بتاعته ان مفيش مفر دلوقتي غير مقاتله التنين ده، واننا لازم نقضي عليه، واللي هو طبعا مفيش حد عمل كده قبل كده. فبيقول يوجي للذئب بتاعه استعد، وبيقدر الذئب انه يتحرك بسرعه كبيره جدا بسبب دروع جايجل الجديده. وهنا يوجي بينقل التعويذه الاولى بتاعته للسلايم اللي لابس الدرع علشان قوه التعويذه دي تتضاعف
بتضاعف 10 مرات. وبيفعل تعويذة التلج من المستوى المتوسط على رجل التنين علشان يجمدها، بس برضه التنين بيقدر يدمرها كلها. وهنا يوجي بيفعل نفس التعويذة ديت بس بتكون بقوة 10 اضعاف، وبيوجهها على راس التنين، بس التنين بيقدر يكسرها بكل سهولة. وهنا بيجهز التنين ضربة النار بتاعته علشان يهاجم بيها يوجي، فبيستعمل يوجي نفس التعويذة بس بيضرب التنين بيها. بيحاول يوجي يقاوم نيران التنين بيها وبيقدر يصد الضربة بتاعته فعلا، بس التنين بعدها بيكمل مشيه نحو المدينة. وبيظهر السلايم بتاعوت يوجي وبيقولوا ان مفيش مفر من الموضوع ده دلوقتي، هنموت. بيوصل التنين للنهر ويوجي بيقول للسلايم بتاعوته ان كل اللي فات ده كان مجرد تشتيت للتنين علشان اقدر افعل التعويذة بتاعتي. وبيتصدموا ان يوجي كان مخزن كمية كبيرة جدا جدا من المية علشان تغطي التنين كله ويغرق التنين ويموت من نقطة ضعفه دي. بيقول يوجي ان عمل حواجز سحرية على النهر تاني بعد ما التنين ده عدى النهر، وده علشان يقدر يجمع اكبر كمية من المية في الاول ويهاجم بيها التنين على طول في حالة لو عرف انه يعدي النهر الاولاني. وفعلا بيهجم عليه وبيوقعه، وبيروح الذئب والسلايم بتاع يوجي علشان يشوف التنين الاول، ويوجي بيطلب منهم انهم يخلي بالهم منه. واول ما بيوصلوا عند التنين لو ما بيتحركش، وبيقولوا ليوجي ان الخطة نجحت. بس في الوقت ده بيظهر التنين قدامهم وبيضرب عليهم ضربة قوية من النار، بس يوجي في اخر لحظة بيقدر ينقذهم عن طريق انه عمل حاجز عليهم. بيطلب يوجي منهم يبعدوا عنه بسرعة، وبيجهز هنا التنين على طول ضربة نارية اقوى من اللي قبلها علشان يدمر المدينة بالكامل. ساعتها يوجي بيعرف انه لازم يستخدم كل قوته ضد التنين، حتى ده لو هيستهلك المانا بتاعته او طاقته السحرية كلها. وبيقول انه معاه جرعة استعادة القوة والمانا من دريارد، فما فيش مشكلة لو استخدم كل قوته في الوقت ده. والتنين هنا بيضرب ضربته، ويوجي بيفعل تقنية ضربة الصقيع السرمدي. بيواجه بيها يوجي هنا ضربة شعاع النار اللي بيضربها التنين، وبسبب قوة تعويذة يوجي القوية جدا بتقدر تتغلب على ضربة النار بتاع التنين، وبسبب قوة التلج المرعبة دي بتقدر تجمد التنين وتأثر عليه بشكل مرعب. وفي الوقت ده بيتجمد وبتنتهي قوته السحرية وبينفجر حرفيا. وبتظهر هنا البلورة بتاعته اللي هي مستحيل اي شخص عادي انه يحصل عليها، ودي بتكون جوهرة تنين النار اللي قالوا عليها جايجل. وفي الوقت ده بتشرق الشمس وبتنتهي العاصفة والمطر. بيحتفل هنا السلايم بتاع يوجي بالانتصار بسبب ان يوجي خلاص حقق الحاجة اللي كان عايزها. وبتظهر البلورة وبتكون اكبر بلورة اصطادها يوجي من بداية الاحداث دي. بس بيقولوا ليوجي انهم لقوا جهاز غامض هما مش عارفين هو بيعمل ايه. وبيروح يوجي هنا لورشة جايجل، وجايجل بيقول له ان حرفيا المدينة تم انقاذها عن طريق معجزة، هو مش عارف ان يوجي هو اللي عمل كده. فجايجل هنا بيلاقي يوجي انه بيطلع له جوهرة التنين اللي هو المفروض التنين الاحمر ده اللي هو قتله، بس يوجي بيقول له انها مجرد جوهرة عادية هو لقاها لما كان بيقتل بعض الوحوش. بيتصدم مساعد جايجل هنا، بيقول له ان جواهر التنين الصغيرة مستحيل تكون بالحجم ده. بيفهم جايجل هنا والمساعد بتاعه ان هو اللي قتل فعلا التنين ده، بس بيكون عارف ان هو مش عايز ينشر الخبر ويصيط نفسه في المدينة. فبيغير جايجل الموضوع على طول، وبيتفهم موضوع يوجي وبيتفهم انه مش عايز يكشف نفسه، وبيقول له انت عايز دروع من الجوهرة دي اكيد. فبيقول له يوجي ايوه. فبيجهز جايجل الفرن بتاعه علشان يبدأ يصنع اقوى دروع في التاريخ ليوجي والوحوش بتاعته. وبالليل بيروح يوجي لنقابة المغامرين، وبيسأل يوجي سكرتيرة النقابة عن مدينة اورداريون وهل سمعت عنها قبل كده او تعرف عنها حاجة. فبتقول له السكرتيرة انها سمعت عنها، بس المدينة دي ما تعتبرش مدينة مفضلة بالنسبة للمغامرين. فبيسألها يوجي ويقول لها ليه. بتقول له لانها مدينة غامضة جدا وملهاش اي علاقات مع القرى والمدن اللي حواليها. فبيقول لها يوجي في حاجة تانية عايز استفسر عليها، وبيخلي السلايم بتاعه يطلع الآلة الغريبة اللي هم لقوها في المكان اللي قتل فيه التنين. بتقول له السكرتيرة منين جبت الآلة دي. بيقول لها يوجي انا لقيتها على البركان. بس بتصدمه هنا السكرتيرة وبتقول له ان دي احد آلات المطر الاصطناعي، وفي كل نقابة مدينة بيبقى في واحدة منها. فبيسألها يوجي بيقول لها هي الآلات دي بتقدر تتحكم في الطقس ونزول المطر وكده. فبتقول له السكرتيرة ايوه، وبتستخدم كمان في حالة الجفاف والقحط. وبتقول له ان كل النقابات في المدن بيكون عندهم واحدة منها، ولما تيجي تشوف اسم النقابة اللي بيكون مكتوبة على الآلة دي بتلاقيه محفور او ممسوح. فبيفتكر هنا على طول يوجي كلام الاتنين اللي كانوا تبع عصابة القمر الازرق اللي كانوا طالعين على البركان. كانوا بيتكلموا ساعتها عن مدينة اورداريون وان الناس قالوا لهم ان المهمة هتنجح ومش هتفشل. فبيشك هنا يوجي ان الآلة دي لمدينة اورداريون فعلا. والصبح بعدها بيجي ويوجي بيستلم الدروع اللي صنعها له جايجل من اقوى بلور التنين هو اصطاده. بيقول له جايجل ان الدروع دي تعتبر دروع من تصنيف اسطوري، وهي اقوى دروع انا صنعتها في حياتي. فبيشكره يوجي على مساعدته ليه، وبيقول له انه هيجرب الدروع دي دلوقتي. فبيقول له جايجل ما ينفعش تستخدم الدروع دي هنا علشان ده خطر على المدينة. فبيقول له يوجي ما تقلقش انا هستخدمها في المكان المناسب. وبيسيبه يوجي ويمشي. فبينادم عليه جايجل وبيقول له انت مش عايز برضو تعرفني على اسمك قبل ما تمشي. فبيقول له يوجي انه مش عايز يلفت الانظار ليه وعايز يبقى مجهول بالنسبة للناس. بيتمنى له جايجل هنا التوفيق في رحلته، وبيقول له يخلي باله من نفسه. وخلال ده في الغابة جوه شجرة عملاقة سحرية بنشوف زعيم عصابة القمر الازرق، وهو بيعمل تعويذات سحرية خطيرة جدا للمؤامرة بتاعته ضد العالم. وبنلاقيه عمال يتمنى دمار العالم وانتهائه حرفيا، وبيتمنى ان ظل القمر يسحب العالم كله للظلام، وساعتها هيتولد الحكماء. وفي ناحية تانية
تانية بنشوف العجوز ستايل اللي ساعد يوجي في بداية القصة وهو بيبص للسما لما بيلاقي الشمس بدأت تفتح. وبنكمل قصتنا بعد كده ليوجي لما بيكون وصل لمدينة اورداريون وبيدخل لنقابة المحاربين في المدينة دي، وبنلاقي ان كل الناس عمالة تبص عليه هو والذئب بتاعه السلايم. بيروح يوجي علشان يشوف مهمة تنفع معاه، بس بيلاقي ان الورق كله والمهمات ما تنفعش معاه حرفيا. وبيقول يوجي بصوت عالي انه واضح مفيش طلبات جديدة، وهو بيكون قلب صوت عالي علشان يسمع حد جنبه. بيطلع يوجي من النقابة بدون ما يختار اي مهمة ينفذها. بنلاقي اتنين بيقولوا لبعض غريبة، طلع من النقابة بدون ما يختار اي مهمة ينفذها. فالتاني بيقول له خلينا نكمل كلامنا جوه. وساعتها بيكون يوجي سايب سلايم بيراقبهم علشان يوجي يشوف هما بيقولوا ايه. بنلاقيهم بيتكلموا مع بعض وبيقولوا مغامر شعره اسود وعينه لونها اسود، هو ده يوجي. فبيرد عليه صاحبه اللي كان معاه بيقول له بالظبط هو ده. بيقول له ده المفروض كان واحد من اهدافنا وكان مرشح في قائمة الاغتيال، بس المقر الرئيسي شاف انه ما بيشكلش اي تهديد علينا. فبيقول له ايوه بس ده كان راي اعضاء رتبتهم قليله في عصابه القمر الازرق، ما ينفعش نثق في راي الاشخاص دول، الاحسن اننا نقتله ونستغل فرصه انه موجود معانا في المدينه. فرد عليه وقال له بس ده هيسبب لنا احنا مشاكل كتير، ممكن يتم كشفنا فعلا والناس تسمع عن عصابتنا، واحنا عايزين نبقى متخفيين تماما علشان ما ندمرش كل الخطط اللي خططناها في السنين اللي فاتت. برايك هو احنا ليه خاطرنا واشترينا آلة المطر الصناعي؟ فقال له بس هي في الاخر ما نفعتش، حتى بعد ما السما مطرت في واحد قدر يقتل تنين النار. قال له ايا يكن احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه دلوقتي غير ان احنا نبلغ السيد والتر عن الموضوع ده، ومش هننفذ اي حاجه غير لما ناخد موافقته. وفي الوقت ده بيكون يوجي بيسمع كل كلامهم، وفي الوقت ده بيظهر وراه العجوز ستايل والمساعد بتاعه يوهان، وبيروحوا جوه المدينه عشان يتكلموا مع يوجي علشان ما حدش يراقبهم او يسمع اللي هم بيقولوه. فيوجي بيعرف من ستايل ان نقابه المغامرين في مدينه اورداريون تحت سيطره عصابه القمر الازرق، وبعدها بدا يكلموا مع الماضي بتاعها مع والتر. فقال له زمان كان في جماعه اسمها القمر الازرق، وانا وقتها كنت مغامر ومقاتل معروف، وانضم للجماعه بتاعتنا عدد من المقاتلين والمغامرين المنبوذين والمضطهدين، وكان والتر واحد منهم. فرحبنا بيه، ومع الوقت وصل لدرجه انه كان ايدي اليمين، لان في الوقت ده كان والتر شخص طموحاته كبيره جدا، وكان وجودي في الجماعه حاجه مش لطيفه بالنسبه له. وفي يوم من الايام وصلتني رساله فيها امر ليا اني افكك جماعه القمر الازرق، لاني للاسف ما نفذتش الامر ده وخفت اخسر زمايلي. وبعد ايام تعرضنا لهجوم، ولحسن الحظ ان انا عرفت اهرب، لكن كل زمايلي اتقتلوا في الوقت ده وخسرتهم. وكأن الرساله دي كانت تحذير ليا من الحادثه دي، وكان زعيم الهجوم ده والمخطط ليه كان والتر، وهو اللي حرف مبادئنا اللي كنا ماشيين عليها، وما كانش في حد يقدر يعمل كده غيره. حرفها في الوقت ده علشان تتوافق مع رغباته ونزواته، بحيث يكون هدف الجماعه دي هو تطهير واباده العالم وقتل كل الناس. ومن هنا بدات جماعه القمر الازرق بمفهومها الجديد. وواضح ان والتر سيطر على المدينه دي، وانا جيت هنا عشان احذرك يا يوجي. وجات لي رساله تانية من كام يوم بتقول ان الفوضى هتزيد والشرير هيشتت طريق الناس، ساعد البطل وهيرجع الخير من جديد. فيوجي ساله يا ترى معناها ايه الرساله دي؟ فستايل قال له في الرساله دي الشرير هو والتر اللي بسببه الفوضى هتزيد، والبطل هو انت يا يوجي، وانا واثق تماما انك هتقدر تواجه والتر. بتقول الاساطير ان البطل بيحمل خنجر كيثيس، ومفيش حد غيرك يا يوجي قدر يستخدم الخنجر ده ويستخدمه غيرك انت لما انا عطيتهولك، ارجوك استعد وجهز نفسك. وبعدها بنشوف يوهان وهو بيقول لستايل هو الولد ده فعلا هو البطل؟ ليه ما قلتلوش على كل اللي في الرساله؟ فهنا ستايل بيقول له لو عرف يوجي باقي الرساله فاكيد هيعصي الاوامر وهيرفض يعمل كل حاجه. وفي خلال ده بنشوف والتر وبيبلغوا واحد من الجواسيس بتاعته بان ستايل قابل واحد غالبا هو البطل. وهنا والتر بيساله البطل ده هو المراود مش كده؟ بس مش مهم، اهم حاجه ان كل حاجه جهزت زي ما امرتك صح؟ بيقول له اكيد كله تمام. فبيأمره والتر بالانصراف، وبيفعل تعويذه سحريه علشان يدخل لمكان سري، وفي المكان ده بيعرف الرساله الكامله اللي وصلت للكاهن ستايل. وكانت الرساله كالاتي: الفوضى هتزيد والشرير هيشتت طريق الناس، ساعد البطل وهيرجع الخير من جديد. وهنا كان باقي الرساله اللي ستايل ما قالهاش ليوجي، والموت هيكون من نصيب مرشد البطل. ففهمنا ليه ستايل رفض انه يقول ليوجي باقي الرساله، علشان يوجي كان هيرفض يعمل كده لان ستايل هيموت. بيفرح والتر جدا هنا لان ستايل بالشكل ده هيموت، لان هو اللي ارشد يوجي البطل. وبنعرف هنا ان ستايل قرر انه يضحي بحياته، وبيرفض يقول ليوجي على باقي الرساله علشان يقدر يوجي يستخدم قوته الكامله ويقاوم الشرير بدون ما يخاف على حياه ستايل. وفي الوقت ده كان يوجي عمال يفكر في الاحداث وبيقول لنفسه دلوقتي انا عرفت قصتهم هي ايه، لكن موضوع ان البطل ده غير مفهوم بالنسبه لي. ستايل هو اللي اداني خنجر كيسس اصلا. وبيفتكر وقت ما ساعد قريه ريكاردو في جمع الحطب، ولما السكرتيره شافت السلايم وهو عمال يطلع الخشب والحطب من بقه بتعويذه التخزين بتاع يوجي، وقالت له هنا السكرتيره معقوله في حد هنا عنده القدره السحريه دي؟ انا سمعت عنها في الاساطير واللي بتتكلم عن وحش اسطوري اللي بيستخدم السلايم علشان ينقل الحاجات من مكان للتاني. بيقول يوجي هنا دي ممكن حاجه تثبت ان انا فعلا المنقذ، بس انا لازم اسال ستايل عن الحاجه دي بكره. في اليوم اللي بعده فعلا بيروح يوجي علشان يقابل ستايل ويوهان. بيقول له الحارس انهم خرجوا النهارده بدري علشان وراهم حاجه مهمه، بس للاسف هو ما قاليش هو رايح فين. فبيبدا يوجي هنا يطلب من السلايم بتاعته انهم يتتبعوا حركه ستايل
ستايل في كل مكان ويدوروا عليه. وهنا بنشوف ستايل والمساعد بتاعه يوهان بيوصلوا عند الشجره السحريه بتاع جماعه القمر الازرق، وبيكون الباب بتاعها مغلق بتعويذه، فبيستعمل ستايل تعويذه سحريه علشان يلغي اللعنه من البوابه دي ويفتحها. واخيرا بيدخل ستايل لمقر عصابه القمر الازرق اللي هي كانت بتاعته في الاول. وفي الوقت ده السلايم بتاع يوجي كانوا بيدوروا على ستايل، وبيروحوا ليوجي ويقولوا له انهم ما لقوش اي اثر لستايل في اي مكان. بس فجاه بيلاقي واحد من السلايم بتاعته اللي اتجمعوا حواليه بيقول له انا شفت ستايل داخل لمكان مجهول، مكان بوابه كانت في شجره، وكانت الشجره دي عملاقه جدا. فبيقول له يوجي ارشدني بسرعه للمكان ده. وهنا بنرجع لستايل اللي بيكون جوه مقر العصابه، وفي الوقت ده بيكون بعض الحراس بيحاولوا يوقفوا ضده في المكان ده، وكانوا طبعا عايزين يقتلوه هو ويوهان. فبيفعل ستايل تعويذه تعزيز الدفاع، فبيكتسب قوه كبيره جدا لمواجهه الحراس. وهنا كان يوجي وصل لمكان البوابه السحريه، وبيفعل تعويذه تبديد اللعنه علشان يقدر يدخل للبوابه الملعونه. وهنا بنلاقي ستايل ويوهان دخلوا لمقر قياده العصابه، وبيقابل هنا زعيم العصابه ستايل، وبيقول له اخيرا جيت يا ستايل، ما شفتكش من فتره طويله، اكيد الرساله هي اللي جابتك هنا مش كده؟ وطبعا انت اتاكدت يا ستايل انك هتموت قريب. فبيقول له ستايل انا مش خايف على حياتي، اهم حاجه الرساله تتنفذ والاوامر تتنفذ، وانا مش هعمل زي زمان لما رفضت الغي الجماعه، وبسبب ده انت سيطرت على الجماعه وحولتها لعصابه وقتلت كل زمايلي وغيرت مبادئ القمر الازرق، فانا مش هغلط مرتين. وهنا والتر بيقول له في الحاله دي خليني اديك اللي انت جاي عشانه واللي هو الموت، وبيدي والتر اوامر للحراس بتاعته علشان يقتلوا ستايل. وهنا بيستعد ستايل علشان يقتلهم بكل جراءه. وفي خلال ده بيدخل يوجي وبيقابل الحراس اللي قضى عليهم ستايل، وفجاه بيكتشف ان حد منهم لسه عايش. وهنا بنرجع لستايل اللي بيكون قضى على كل الجنود بتوع والتر. والتر هنا بيقول له انك لسه قوتك القتاليه ما انتهتش، وعشان كده انا عملت حسابي للحظه دي، وبيقيده بتعويذه سحريه قويه جدا، وبيشل حركته بالسحر. بيقول له ستايل انت ازاي فعلت التعويذه دي عليا؟ وبتطلع الكارثه ان يوهان مساعده بيكون خاين وهو اللي عمل التعويذه دي. ستايل بيقول له انت استغلتني عشان اجيب البطل لحد المكان ده، وفي كل الوقت ده انت كنت عمال تخدع فيا. بيقول له والتر الموضوع كله بدأ من حجر سحري ملعون حطيناه في وسط الغابه علشان نعرف مين اللي يقدر يفك اللعنه بتاعه الحجر ده، وبنكتشف مين اللي ممكن يسبب تهديد لينا، والشخص ده كمان طلع اقوى مما نتصور. في الاول دمر كل الوحوش اللي صنعناها، ولما التنين الازرق ظهر كمان قتله، وده بمساعده الخنجر اللي انت عطيته له. واستمر يوجي في انه يحبط كل الخطط بتاعتنا واحده ورا الثانيه، وحتى لما حاولنا نستخدم قوه تنين النار عشان ندمر قريه بوجينيا كان يوجي موجود وهو اللي دمر خطتنا. فعلا الولد ده طلع اقوى من اللي كنا متصورينه، ولكن كل ده في النهايه ملوش لازمه، لان الرساله الجديده هتحقق كل اللي احنا كنا عايزينه. في النهايه احنا هننجح وهنطهر العالم، وخططك يا ستايل هتبوظ وهتتدمر. بيقول له ستايل انا لو مت هنا هيظهر البطل وهيحبط كل مخططاتك. فبيفعل ورطة التعويذة عشان يحول كل الحراس لوحوش ملعونة. وفجأة يوجي هنا بيقتحم المكان وبيقول لستايل ان كان في حاجة عايز اسألك عنها، بس من الواضح ان التوقيت مش مناسب دلوقتي. ساعتها يوهان هنا كان بيوجه التعويذة نحو ستايل علشان يقتله، بس بعد ما بيظهر يوجي هنا بيوجه ناحيته هو تعويذة النار، بس يوجي هنا بيفعل الدرع المضاد للنار والولد بيتصدم من قوته. يوجي هنا بينقذ ستايل وبيلغي تعويذة الحبل السحري اللي كان لفه بيه، وبيتحرر ستايل اخيرا، وبيشكره هنا ستايل جدا. بيقول له يوجي الشخص اللي قدامنا ده هو ده والتر؟ ستايل بيقول له ايوه هو ده الشخص اللي انا كلمتك عليه. والتر بيقول ليوجي اكيد انت البطل اللي انا كنت مستنيه من فتره طويله، شكرا ليك يا ستايل علشان انت جبته لحد عندي. وفي الوقت ده بنشوف آلة غريبه مليانه سحر وماده غريبه لونها بنفسجي، وبيكون فيها سحر الفناء اللي العصابه دي عايزه تنفذه وتدمر بيه كل العالم. وكمان السحر ده هو اللي بيمد والتر بقوه التحكم في جثث الجنود بتاعته. بيطلب والتر انه يخلي كل الوحوش اللي هي كانت من جثث مساعدينه انها تهجم على البطل وعلى ستايل. هنا بينقل يوجي على طول قوه النار بتاعته والتعويذه للسلايم علشان يقدر يواجههم. وهنا والتر ويوهان بيسيبوهم ويروحوا لمكان مركز الطاقه السحريه، وبتبدا الوحوش تتجمع على يوجي وستايل علشان والتر يقدر يكسب وقت وينفذ خطته النهائيه. بيوصل والتر لمكان مركز الطاقه وبيقول ليوهان هو ده اللي هيديني القوه اللي انا محتاجها، وبيقعد على الكرسي وبتخترق دراعه الاشعه السحريه والماده البنفسجيه دي، وبيبدا يتحول لتنين. وساعتها بيوصل له يوجي وستايل بعد ما قتلوا الوحوش وهو قاعد بيتحول. بيقول هنا والتر لستايل افتكر اللحظه دي، لان بعد اللحظه دي انا هتحول لاقوى الوحوش. بيبدا جسمه يتحول ويبقى اكبر واكبر، وبيتفزع السلايم والذئب اللي مع يوجي. وقبل ما يكمل عمليه التحويل يوجي بينقل تعويذه النار للسلايم بتاعه وبيضربه بكره ناريه قويه علشان يفجره، ولكن بيتفاجئوا ان والتر بيتحول وبيخرج بدون ما يتصاب. بيقول يوجي هنا اكيد والتر حقن نفسه بسحر التنانين، وفعلا والتر هنا بيبدا يتحول لتنين وبتظهر له جناحات وقرون التنانين اللي في العالم ده. هنا يوجي بينقل تعويذه للسلايم بتاعه علشان يحمي ستايل من الهجوم اللي هيكون هنا والمعركه المجنونه اللي هتحصل. بيحاول يوجي يهجم على والتر بكرات النار عن طريق السلايم بتاعه، بس والتر بيتجنبها بكل سهوله. بيقول لهم هنا انا هوريكم دلوقتي قوه التنانين المرعبه. بيأمر يوجي هنا الذئب بتاعه 10 من السلايم انهم يهاجموه في وقت واحد، فبيفعل يوجي هنا تعويذه وابل
بوابل من الكرات الناريه ناحيه والتر، بيطير بسرعه علشان يتفاداها بس هي بتقابله من كل ناحيه لان 10 سلايم بتكون بتضربه من كل مكان، بس بيطلع من الضربه دي بدون ما يتضرر ولا يكون حصل له اي حاجه. بيقول ليوجي مستحيل سحر ضعيف زي ده هيأثر فيا ابدا. هنا يوجي بيبدا يجهز نفسه والسلايم بتاعه للخطه الثانيه، بيرمي السلايم بتاعه ناحيه الذئب وبيفعل تعويذه الحاجز علشان يحميه من والتر، وبيطلع السلايم درع تنين النار اللي هو بيكون اقوى درع صنعه يوجي مع العجوز جايجل. بيلبسوا الدرع فعلا وبيقول لهم يوجي انا بعتمد عليكم دلوقتي. بيفعل يوجي هنا تعويذه تعزيز القوه السحريه والجسديه للسلايم والذئب بتاعته وبيرفع قوتهم جدا. جه الوقت علشان اعرف الوحش ده مدى قوتي. بيتصدم هنا التنين والتر من سرعه الذئب الخياليه، بيستغل يوجي هنا السرعه دي علشان ينقل تعويذه النار للسلايم وبيوجه له اقوى ضربه ناريه ما بيقدرش يصدها وبتوقعه على الارض. بيفرح الذئب هنا وبيقول اخيرا هزمناه، بس بيظهر لينا والتر مره تاني بعد ما خسر اجزاء كبيره من جسمه، جزء من بطنه ودراعه بيتقطع بسبب الضربه المرعبه دي، وبيسحب من قوه الوحوش اللي حواليه علشان يقدر يعالج نفسه، وبيرجع زي ما كان وبتختفي الاصابات كلها. بيتصدم الذئب والسلايم من قدره والتر المرعبه على تجديد نفسه، فبيضرب يوجي مره تانيه بالنار وبيقطع له دراعه، بس والتر بيقول له مفيش اي فايده من اللي هتعمله، وبيبدا يسحب طاقه الوحوش اللي حواليه علشان يجدد جسده، وبسبب ده الوحوش كلها بتختفي، وكمان بيزيد قوته اكتر من الاول، بيكتسب 4 اجنحه و4 ايادي. بيتصدم يوجي هنا ان قوته زادت عن الاول بسرعه، فبينقل تعويذه النار لعدد كبير جدا من السلايم وبيبدا يهجموا عليه كلهم في وقت واحد، بس والتر بيقول له ان كل ده ملوش اي لازمه. بيتصدم يوجي منه لانه بدا يشفي نفسه بشكل اسرع. بيقول يوجي هنا ان واضح ان لعنه التنانين قويه فعلا، وفجاه بيكتشف يوجي ان مصدر قوه الوحش ده اصلا هي عباره عن لعنه، فبيطلب من السلايم بتاعته انهم يضربوه بتعويذه النار وبعدها على طول يضربوه بتعويذه تبديد اللعنه، وفعلا قوته بتضعف جزئيا بعد تبديد اللعنه والتعويذه المهمه دي. فبيقرر والتر انه ينتقم من يوجي ويقضي عليه، وبيبدا يهجم عليه بضربات مرعبه، بس يوجي بيفعل الحاجز المضاد، بس المشكله ان ضربات والتر بتكون سريعه وخطيره جدا، وبنفهم من هنا ان يوجي الحاجز بتاعه مش هيقدر يتحمل الضربات دي. بس هنا يوجي بيجهز السلايم بتاعته لخطه جديده. اول ما والتر بيقدر يكسر الحاجز بيطلب يوجي من السلايم انهم يضربوه بتعويذه الحاجز، وبيعرف يوجي مع السلايم انهم يكتفوه في سقف المكان، وهنا يوجي بيضربه بضربه نار مرعبه جدا اسمها ضربه نار الهلاك. بيصرخ والتر من الالم وبيقع على الارض، ووالتر بيطلع من النار وقبل ما يموت بيقول له جه الوقت، سواء قدرت اقتل البطل او ما قدرتش كده كده النتيجه هتكون واحده في النهايه، وهي ان الحكيم هيرجع لو انا مت. وهنا بيموت والتر بعد اللعنه اللي كانت عليه. وهنا بنلاقي ستايل بيتكلم مع يوجي وبيقول له انا شكلي فهمت الرساله بشكل غلط، في جزء اخير من الرساله دي ما قدرتش اقوله لك، وهو بموت المرشد هيرجع الحكيم. انا كنت فاكر ان المقصود بالمرشد ده هو انا، وان الحكيم المقصود بيه هو انت اللي هو البطل، بس طلع من الواضح ان الكلام كان مقصود بيه ان والتر هو المرشد وبموته هيرجع الحكيم الاسطوري. وفي الوقت ده مركز الطاقه اللي كان موجود بيسحب كل ارواح اتباع العصابه دي، بيسحب منهم يوهان والوحوش ووالتر وكل الاشخاص كلهم بيموتوا، وبيظهر الحكيم. بيقول له ستايل يا يوجي انا كنت فاكر لما انا اضحي بحياتي انت اللي هتتحول للحكيم اللي هينقذ عالمنا، وما رضيتش اقول لك الجزء ده من الرساله علشان ما تخافش على حياتي، ولكني كنت غلطان، طلع المرشد هو والتر واللي لو مات هيرجع الحكيم. بيسأله يوجي هنا مين الحكيم ده اصلا؟ بيقول له ستايل انا هحكي لك الاسطوره دي. من زمن بعيد ظهر بطل عشان يقتل التنانين بقوته الاسطوريه، لكنه ما قدرش يهزم التنين ومات قبل ما ينفذ مهمته. فبيقول له يوجي هل ده معناه ان الحكيم اللي قدامي ده هو البطل؟ فبيقول له ستايل واضح ان والتر عمل مهارات وتعاويذ لاستدعاء الارواح، وضحى بحياته هو واتباع العصابه علشان يستدعي الحكيم مره تانية ويقدر بيه ينفذ حلمه وهو تدمير البشريه بالكامل. وبيرجع الحكيم هنا ينفذ تعويذه نار الهلاك وبيضرب بيها يوجي، فيوجي بيفعل تعويذه الحاجز المضاد وبيحمي نفسه وستايل والناس اللي معاه او السلايم والذئب. بيتصدم يوجي هنا والسلايم من قوه الحكيم اللي بتكون دمرت الارض كلها. بيقولوا هنا السلايم ان عنده قوه تشبه لقوه يوجي جدا، بنلاقي ان تعويذه الحكيم حولت الارض كلها لبركان حرفيا. وهنا يوجي بيتصدم وبيقول ازاي شخص زي ده قدر يهجم عليا بضربه قويه زي نار الهلاك، ومع ذلك المنى بتاعته ما خلصتش لانها بتستنفذ طاقه هائله جدا. بيقول للسلايم هنا استعد لمواجهه الحكيم ده. بيفعل لهم يوجي هنا تعويذه جديده علشان تضاعف قدره التحمل بتاعتهم وبيزيد سرعتهم وقدرتهم على الدفاع والحركه. بيقول لهم يوجي ان ده هيسهل علينا القتال، وبينطلق هنا الذئب ومعاه السلايم لمواجهه الحكيم. بيفعل يوجي تعويذه الانتقال علشان يقدروا يوصلوا له، واول ما بيوصلوا قدامه بيضربوه بكره من النار، فبيرد عليهم بتعويذه نار الهلاك للمره الثانيه، وبيقدروا يتفادوها بصعوبه بعد ما عملت انفجار كبير جدا. بيأمرهم يوجي هنا انهم يتفرقوا حوالين الحكيم وبيعمل لهم منافذ يقدروا يضربوا منها الحكيم في مره واحده. بيضربوه هنا بوابل من الكرات الناريه، بس الحكيم بيصد كل الضربات دي في وقت واحد، وبيضرب واحد من السلايم بضربه نار الهلاك، ويوجي على طول بيخفي السلايم ده علشان يحميه من الضربه، وبينقل السلايم تعويذه كره النار عشان يهاجموا من وراه، بس بيصدها برضه. فبيقول لهم يوجي هنقدر نسيبه لو هجمنا عليه من كل الجهات، بس انا استهلكت
نقاط كبيره جدا من المانا وقوتي السحريه بدات تضعف. بيقول يوجي ازاي الحكيم قادر يستخدم كميه الضربات دي من نار الهلاك، معقول يكون عنده طاقه مانا غير محدوده؟ فبيأمر السلايم انهم يتجمعوا فوق الحكيم ويتحدوا، وبينقل لهم تعويذه الجليد المضاعف 10 مرات وبيوجهها ناحيه الحكيم علشان يجمده، واللي بيفعل تعويذه الدرع جوه التلج ده وبيدمر كل التلج اللي حواليه. وهنا يوجي بيجمع السلايم تاني بسرعه وينقل لهم تعويذه النار المضاعفه، وبيقدروا يضربوه بضربه قويه جدا وبيوقعوا على الارض. يوجي بيعتقد انه هزمه، بس الحكيم بيظهر قدامه بسرعه جدا وبيضربه بتعويذه نار الهلاك، ولكن المره دي بقوه 10 اضعاف. وهنا يوجي بيرد بنفس التعويذه وبنفس القوه. بيتصدم طبعا ستايل هنا من قوه المعركه المرعبه دي، بس يوجي هنا فجاه بيقدر يتغلب على الحكيم في الضربه. بيفرح السلايم هنا جدا وبيفتكروا ان يوجي قدر ينتصر في المعركه. بيشوف يوجي المانا بتاعته بيلاقيها بالسالب، قوته السحريه نزلت جدا. بيقول ليوجي لنفسه اخيرا قدرت اغلبه في الوقت المناسب، بس فجاه بيظهر الحكيم قدامهم من الدخان وبيكون ما اتصابش باي حاجه ولا كانه انصاب اصلا. بيتصدموا طبعا هنا جدا، فبيقول لهم الحكيم انا همحيكم من الوجود دلوقتي، وبيطلق اشعه سحريه مرعبه جدا بتنتقل للمكان اللي هو فيه وبتنتقل حوالين كوكب الارض كله. بتتحول السماء للون السحر الملعون، وكل الوحوش اللي موجوده بتتصاب باللعنه دي والكل بيتحول لوحوش. بيقول له ستايل ايه اللي هتستفيدوا لما تنهي حياه البشريه كامله؟ ايه اللي هتستفيدوا لما تفعل سحر الفناء ده؟ بيكون السلايم والذئب بتاع يوجي مصدومين من اللي هم بيشوفوه، ويوجي بيقول الوضع هنا ما يطمنش نهائي. وبنشوف بعدها جماعه من مغامرين مدينه فستان اللي انقذها يوجي اول مره، وكانوا بيقاتلوا واحد من الوحوش، بس بيظهر غيره كتير وكانوا اقوى من الاول. وواضح من نظرات الوحوش دي ان نيتهم هي تدمير المدينه والهجوم عليها. فقرر هنا الجنود بعديها ان هم يرجعوا للمدينه علشان يحصنوا حدود المدينه ضد الوحوش دي. وساعتها يوجي كان بيراقب اللي بيحصل في المدينه دي، لانه كالعاده ساب السلايم بتاعه هناك علشان يقدر يشوف اي مكان بيروحه ويسيبه يشوف ايه اللي بيحصل فيه. فبينقل على طول يوجي تعويذه نار للسلايم علشان يقتل الوحوش دي قبل ما تهجم على مدينه فستان. الحكيم استخدم مصدر لعنه قمر الفناء على اجهزه المطر الاصطناعي، وده اللي خلى السماء تتحول للون الملعون ده، وده اللي خلى اللعنه تنتشر لكل الوحوش في العالم. وهنا الحكيم بيظهر قدام يوجي وبيكون طاير في السماء وبيقول له زمان انا اتقتلت على ايد تنين كان اقوى مني بمراحل، وفشلي في المهمه دي خلاني اغضب جدا، واكتشفت ان احنا المغامرين والابطال مهما حاولنا اننا نقتل تنين قوي فبرضه هيظهر تنين اقوى منه ومش هنقدر عليه، واحنا اللي هنموت في النهايه. فعلشان كده انا رجعت علشان اجيب الفناء للعالم وانهي معاناه الناس واقضي على حياتهم ومحاولتهم في انهم ينقذوا نفسهم، فبكده هنرتاح من التنانين للابد. فهنا يوجي بيقول له اغبى كلام انا سمعته في حياتي، يعني هتدمر البشريه اللي انت كنت بتحاول تحميها من الاساس؟ بيقول له هنا يوجي الفرق بينك وبين التنين لو كان منطقك انك تدمر العالم زي التنين بالظبط. فبيقول له الحكيم ارضى بنصيبك وبالفناء وبالموت، وبيقوم بيضرب يوجي بتعويذه نار الهلاك. وهنا بيفعل يوجي تعويذه الدرع علشان ينقذ نفسه، وبيقول الدرع ده مش هيستحمل طويل قدام النار دي وما عنديش اي حل غير ان اهجم عليه برضه، وبيرد عليه يوجي بتعويذ نار الهلاك برضه. وهنا ستايل بيكون مصدوم من اللي بيحصل قدامه وبيتمنى ان يوجي يغلب البطل ده. ولما كان يوجي هنا بيقاوم الحكيم اتواصل معاه سلايم وبيقول له في حاله طارئه جدا، في وحوش رايحه على مدينه اورداريون حالا، وكمان في وحوش رايحه لمدينه كيليا واعدادهم كبيره جدا، واللي هي كل المدن يعني اللي انقذها يوجي بدا يهجم عليها وحوش اكتر واكتر. فبيبدا يوجي هو بيقاتل الحكيم يقاتل برضه الوحوش دي في اماكن متفرقه من العالم. بيقول له الحكيم هنا عمرك ما هتقدر تحمي العالم بقوتك المحدوده. وهنا يوجي كان عمال يفعل التعويذ لكل المدن اللي راحها قبل كده علشان يحاول ينقذها وعمال يخسر من قوته. بيقول ليوجي في نفسه انا مش هقدر اقاتل شخص بالقوه دي وفي نفس الوقت بحمي المدن دي. وبيلاقي المانا بتاعته بقت بالسالب حرفيا وبيسال نفسه اعمل ايه. وفي الوقت ده بتتواصل معاه ديريارد البنت المساعده بتاعته، بتقول له ان في مدينه فستان كل الناس اتجمعوا في الساحه، وبيشوف يوجي هنا الناس وهم مستعدين علشان يدافعوا عن بلدهم، وبيسمعهم بيقولوا يوجي كان دايما هو اللي بيحمينا، ولكن جه دورنا دلوقتي علشان نوريه قوتنا الحقيقيه وندافع عن ارضنا. وديريارد هنا بتجهز وصفاتها السحريه علشان يواجهوا الوحوش. بتقول لي يوجي كلهم مستعدين للقتال وهيساعدوك في حمايه مدينتهم. بيطمن يوجي هنا علشان مش هيقلق دلوقتي على مدينه فستان. بيقول للسلايم خليكم معاهم برضو علشان هنساعدهم على قد ما نقدر بالتعويذ السحريه. بيستعد قائد المغامرين في المدينه دي اللي هو ريارد علشان يواجه في المعركه دي، وبيشجع كل الجنود انهم ياخدوا يوجي كقدوه ليهم وانهم يقاوموا الوحوش لاخر نفس. بيقول لهم رايرد مش عايزين نضيع مجهود يوجي في حمايه بلدنا. والسلايم برضو بينقل ليوجي الاحداث اللي بتحصل في مدينه ريكاردو، واللي بيقول فيها المغامرين لبعض ان يوجي انقذهم في مقاومه البرد والنار وانهم استحملوا اصعب فتره عدت عليهم، فاكيد مجموعه من الوحوش دي مش هتقدر ابدا تغلبنا، وهنثبت للبطل يوجي ان جهوده ما ضاعتش على الفاضي. وبنشوف الشيف بيقول لهم ارجعوا بسرعه وهكون مجهز لكم احسن الوصفات. وبرضه السلايم بينقل ليوجي الاحداث اللي بتحصل في مدينه بوجينيا، واللي كل المغامرين فيها بيكونوا جاهزين بالدروع اللي صنعها جايجل، واللي بيقول لهم عايزكم ترجعوا منتصرين علشان ترجعوا الدروع دي. وبيقول لهم المساعد بتاع جايجل ان الدروع دي من اقوى الدروع علشان مصنوعه من البلورات
الانفجارات بتاع التنانين اللي في البركان. وبيكون جايجل هنا واثق انهم هيفوزوا فعلا على الوحوش دي لان الدروع بتاعته قويه جدا وهزمت تنين النار مع يوجي. فهنا يوجي بيفرح وبيطمن ان كل المدن اللي هو انقذها اصبحوا الان قادرين على حمايه انفسهم. وبيرجع لذكرياته زمان في حياته اللي فاتت لما كان مجرد موظف عادي وكان بيشتغل دايما لوحده بدون ما يطلب مساعده من اي حد ولا بيخلي اي حد يساعده. وبيقتنع الان يوجي انه العمل الجماعي افضل من العمل بمفردك. وهنا يوجي بينقل لكل المغامرين تعويذه رفع القوه السحريه والقوه الجسديه علشان يقدروا يقاتلوا الوحوش دي بقوه اكبر. وبيلاقي جيل والجنود اللي معاه ان قوتهم بقت اكبر وهيقدروا يواجهوا الوحوش دي فعلا. وتينا وليزا اصحاب يوجي في الماضي بيلاقوا ان قوتهم بقت اقوى واحسن. وويد كزعيم جنود مدينه ريكاردو بيلاقي ان قوته بقت اقوى واكبر جدا. ودول كلهم اشخاص قابلهم يوجي فعلا. بيقول يوجي في نفسه انه كده خلاص اهل الجنود هيقدروا يدافعوا عن نفسهم ومفيش حاجه فاضله غير ان هو يقتل الحكيم ويخلص العالم من شره. بيقول له ستايل ان في رساله جات له حالا بتقول لما يجتمع الشمس والقمر هتتحقق المعجزه. وهنا يوجي بيقرر انه يعمل كل حاجه في مقدرته وبياخد جرعه المانا اللي عملتها ديرير واللي بترجع طاقته كلها زي ما كانت قبل ما يقاتل الحكيم وبيحصل على قوته الكامله. بيقول للذئب بتاعه هنا انا هسيب لك مهمه حمايه ستايل. وبيفعل يوجي تعويذه الحاجز علشان يقدر يوصل لمستوى الحكيم في السماء. بيقول له الحكيم هنا ليه عايز تحمي العالم وعايز تقف قصاد الفناء؟ بيقول له يوجي ما اعرفش السبب. فبيقول له الحكيم شخص زيك مش محتاج سبب فعلا علشان يحمي العالم. انا كنت غبي زيك في يوم من الايام وحاربت عشان العالم ده ومت فعلا. فيوجي هنا بيسترجع ذكرياته في العالم ده والناس اللي اتعرف عليهم وبيعرف ان الذكريات وعلاقته مع الناس دي كفيله عشان تديله سبب يخليه يحمي العالم ده حتى لو ده هيتسبب في موته. فبيقول له الحكيم خلينا نتقاتل ونحسم الموضوع ده. وبيفعل الحكيم هنا تعويذه نار الهلاك في نفس الوقت وبيضرب بيها يوجي وبيقول له خليك قاتلني كده لحد ما قوتك تنتهي وفي النهايه جسمك مش هيقدر يستحمل يحمي كل ده وهتموت. فجاه يوجي هنا بتظهر قدامه تعويذه الصقيع واللي هي نفس التعويذه اللي استخدمها ضد تنين كيليا الازرق علشان يموته. وبيقول لنفسه يا ترى هي دي التعويذه اللي ستايل اتكلم عنها في الرساله. وبيقرر انه يضرب الحكيم فعلا بتعويذه الصقيع واللي بسببها بيوقعه على الارض. وبيظهر قدام يوجي انه يقدر يستخدمها اكثر من مره فبيبدا يضرب الحكيم بيها اكتر من 10 مرات. بس بيكتشف يوجي ان الهجمات دي ما بتنفعش ضده فبيتعصب الحكيم وبيستخدم اقوى تعويذه سحريه عنده علشان يقدر يقتل يوجي. بس بنلاقي يوجي هنا بيلجأ لخنجر كيسس اللي اداهوله ستايل زمان واللي خلاه يقدر يقتل تنين كيليا الازرق. وبيفعل تعويذه الصقيع على الخنجر وبيتحول فعلا شكل السماء لمنظر اتحاد الشمس والقمر زي ما جاء في الرساله لستايل فعلا. وهنا يوجي بيقاتل الحكيم بالخنجر المرعب ده وبيعمل تعويذه حاجز لعزل الانفجار ده علشان يحمي نفسه من انفجار تعويذه الحكيم. وبيقدر يوجي هنا انه يقتل الحكيم وبينفجر الحاجز هنا بشكل مرعب واللي كان دماره ممكن يدمر العالم. واخيرا بيقدر ينجح يوجي وبتختفي قوه الحكيم السحريه وبيتبدد وبيرجع هنا لون السما زي ما كان والكارثه اخيرا بتنتهي. وهنا ستايل فرح جدا ان الكارثه دي اتحلت والعالم نجا فعليا من الدمار المحتوم ده. وبيختفي يوجي هنا وبيتمنى فعلا ستايل انه يقابل يوجي مره تانية. وهنا بالليل يوجي بيمشي من مدينه اورداريون. بيقول له السلايم احنا مشينا بدري ليه؟ بيقول لهم يوجي انا مشيت علشان لسه نقابه مدينه اورداريون بيديرها عصابه القمر الازرق ومش عايز الفت الانتباه ليا. وبيسال يوجي السلايم بتاعته اللي قاعدين في المدن عن اخبار المدن دي حاليا. بيقول له السلايم وديريارد انهم بيحتفلوا بالانتصار وبتفرح تينا وليزا جدا وبيحتفل رايرد. وفي مدينه ريكاردو بيجهز الشيف هنا وليمه للاحتفال بالنصر بعد حمايه المدينه وقتل الوحوش. وفي مدينه بوجينيا بيحتفل جايجل والجنود بانتصارهم العظيم وبيشكروه على الدروع القويه بتاعته. وبيطمن يوجي هنا والسلايم بتاعه والذئب ان اخيرا رجع السلام للعالم تاني. بس في الناحيه التانيه بيتكلم قاده النقابه في مدينه اورداريون وبيقولوا انهم فقدوا الاتصال مع المدير والتر ومش عارفين ايه السبب. بيقول واحد فيهم ان في اشاعات بتقول ان خطه استدعاء الحكيم فشلت واختفى والتر مع اتباعه. فواحد بيقول لهم طب كده المفروض نبلغ مقر القياده بالكلام ده. بس القائد بيقول له مش مهم نزعجهم بالكلام ده دلوقتي كده كده مش فاضل على تدمير العالم الا شويه ايام لان جهاز التطهير قرب يجهز واول ما يشتغل هنقدر ندمر العالم كله ونمنح عالمنا الفناء. والمهم دلوقتي اننا اعضاء القمر الازرق هدفنا اننا نهزم تنين الخراب الاسود وهو التنين اللي ما قدرش الحكيم يهزمه في حياته الاولى. وفي الوقت ده كان يوجي بيسمع الحوار اللي بيدور ما بينهم وبيقول لنفسه جهاز تدمير وتنين الخراب الاسود واضح ان عصابه القمر الازرق لسه وراهم تخريب وفوضى. وفي الوقت ده بيهاجمهم نمور وحشيه وبيقوم يوجي من مكانه علشان يواجههم. وفي اليوم اللي بعده بيروح يوجي للنقابه اللي في المدينه وبيسلمهم النمور الوحشيه دي. فبتقول له السكرتيره فين زمايلك في الفريق علشان جايزه المهمه دي كبيره جدا
جدا وهتتوزع عليكم. فبيقول لها يوجي انا دايما بقاتل لوحدي. فبتبكي السكرتيره علشان فاكره ان هو ما قدرش يتقبل الصدمه بعد ما فريقه مات، وبتواسيه وبتقول له انهم في مكان احسن دلوقتي واكيد مبسوطين ان انت لسه عايش. فبيتصدم يوجي من كلامها لانها فعلا فهمته غلط. وهنا بتيجي مديره النقابه ميجيا واللي بتكتشف ان النمور دي اتقتلت بتعويذه النار، وبكده مفيش غير شخص واحد بس هو اللي قتلهم. وبتكشف لكل المغامرين هنا ان يوجي هو الشخص اللي قتلهم فعلا، واللي الاساطير في العالم عماله تتكلم عليه، واللي بيستعمل السلايم لقتال الوحوش بالسحر. وبيقع يوجي هنا اخيرا في ورطه بعد ما اتشهر وما بقاش عارف يعمل ايه، عمال طول الانمي عايز يخفي نفسه بس دلوقتي اتفضح. ودي كانت الحكايه الاسطوريه بتاعتنا، حكايه البطل يوجي. وبس يا جدعان، شكرا لكم على المشاهده جدا، ما تنسوش اللايك للفيديو ده ومتابعه كل فيديوهات القناه والاشتراك في القناه. وبس، سلام عليكم.